بيشرفنا وبينورنا. طبعا وجود ناس جميلة زي الدكتور جمال ناصر من ايجيبشن بورد. وطبعا في تعريفات كثيرة ليه. احنا لما حطينا البوست حطينا تعريف صغير كده علشان خاطر تعرفوه، انما دلوقتي هتعرفوه مباشرة منكم وإليكم. وهياخدنا في ايده كده ونطلع على مشروع ومشروعات كثيرة إن شاء الله ننفذها في رئة وردية. الناس دي يا جماعة ناس جميلة ومخلصة. والراجل ده بالذات شيك كده، تحس ان هو يعني جان كده في نفسه راجل. المفروض يطلع بقى ممثل او حاجة. فاعصروه واستغلوه اسوأ استغلال. اتفضل يا دكتور جمال. يعني ميرسي جدا يا دكتور وائل على الكلام الجميل ده، وانا انا مبسوط جدا كده ان انا موجود معاكم النهارده. ومبسوط طبعا ان انا بشارك مع حضرتك وبشارك مع مؤسسه صحه مصر وسفراء الصحه ومبادره الخاصه بصحه مصر. انا طبعا بتشرف ومبسوط جدا ان انا هكون موجود معاكم ولو لوقت بسيط جدا. وان شاء الله النهارده هنطلع بمعلومات او نتبادل معلومات بيننا ما بين بعض ونستفاد من بعض ان شاء الله بشكل كبير جدا. خليني كده النهارده اشوف الناس اللي موجوده معانا. ناس جميله جدا، انا كنت شايف باشمهندس ماهر. الناس اكتف وناس كتير جدا بتشارك وده شيء عظيم جدا. ربنا يخليك. احنا عايزين نكرر الحاجات دي لان العدد النهارده مش هو العدد الطبيعي. معرفش بقى. احنا كان المره اللي فاتت كنا بنتخانق عشان نقول للناس هنعمل لكم المحاضرة بتاعة التثقيف الصحي بعديها. وإن شاء الله إن شاء الله نكررها ونعملها عندكم بقى إن شاء الله يا دكتور. باذن الله طبعا، ده شيء يشرفنا يا دكتور وائل طبعا. إحنا معانا هنا عايز مجموعة اعرف من برضه. من الأردن وناس من بره مصر ومن البحيرة ومن الحومدية ومن كل المحافظات تقريبا يعني. طبعا اهلا وسهلا بكل الناس اللي موجوده سواء من مصر من بره مصر، اهلا بيكم طبعا في بلدكم الثانيه مصر. الناس اللي موجوده من بره القاهره طبعا، يا اهلا وسهلا بيكم. خليني كده اعرفكم بنفسي سريعا. انا اسمي جمال ناصر، بي ار مانجر ايجيبشن بورد اكاديمي. بدرس العلاقات العامه والاتيكيت في اكاديميه الطيران المدني. بدرس العلاقات العامه برضو في اكتر من جامعه في كليات الاعلام. حضرت في جامعات كتير، يمكن في مصر حضرت في دول من بره مصر طبعا، يمكن اكتر من 7 دول عربيه. حاجات بسيطه جدا والباقي ان شاء الله هنعرفه مع بعض خلال السيشن. شرف ليا طبعا، شرف ليا استاذ ايمان، استاذ اسلام خالد. طبعا انا اللي بتشرف بوجودي معاكم النهارده. خليني كده اسالكم سريعا، اشوف الناس اللي موجوده، اتعرف كده سريعا بالناس اللي موجوده لو المايك بيتفتح. تمام جدا، انا طبعا متشوق ان انا اسمع حضراتكم. لو في الشات قدامي طبعا، وانا شايف الشات كله قدامي وشايف كلام حضراتكم طبعا. منى الرفاعي، استاذه منى اهلا طبعا. اهلا بيكي طبعا يا استاذه منى. عايز اعرف الناس اللي موجوده كده. يا سلام بقى لو حد بيدرس معانا يقول انا بدرس في كذا، لو خريج يقول لي انا خريج من كذا، عشان كده نبقى عارفين بعض وعارفين هنتكلم مع بعض ازاي. امل محمد، انا تمريض. يا اهلا وسهلا يا دكتور امل. فرح ناصر بايوتكنولوجي. فرح ناصر، يا اهلا بيكي. في تمريض، من الواضح كده تمريض كتير جدا. خدمه اجتماعيه، تمام. انا مدربه تنميه بشريه وطالبه اداب قسم اللغات. حلو جدا. سياحة وفنادق، تمام، جميل جميل. كلية تجارة، إسلام، عظيم جدا. لايف كوتش ودكتور نفسي، أهلا بيك يا دكتور. كلية الطب، يا أهلا ويا سهلا يا دكتور محمد. كده تقريبا كل الناس اللي بترد عليا الناس اللي هي لسه بتدرس. أنا حور شفيق، إعلامية صغيرة، إعلامية قد الدنيا، حور حبيبة قلبي.
تكنولوجي. فرح ماشي يا فرح، انت اول واحده اتكلمت معايا. عظيم جدا. مصطفى كمان، مصطفى نظرية، هو سفير الصحة معانا، وما اعرفش انت ما جيتش امبارح او شفته، ما تعرفتوش ببعض. هو رافع ايده بس. اه انا كنت طبعا. قاعد جنبه يا دكتور. طبعا انا كنت قاعد جنبه. تمام يا حبيبي. مستر انا مصطفى والسفير. طبعا. لا حبيبي يا طبعا، دكتور. لا فاكرك يا مستر مصطفى، طبعا كنا قاعدين جنب بعض. حبيبي. حبيبي يا دكتور، كنا قاعدين جنب بعض، نورتنا امبارح في الفعاليه، وكان يوم فعلا متميز مع شرف الاكاديميه ليا، شرف ليا والله. وان شاء شرف الله ليا يعني طبعا. يبقى في محاضرات تاني مع حضراتكم، واحنا فعلا مبسوطين ومهتمين بالتفكير الابداعي واداره المشروعات، وفعلا من اهم الورش اللي عندنا في صفاء الصحه اللي احنا متحمسين ليها بجد. طبعا يا ده شيء عظيم جدا، وان شاء الله هنبدا مع بعض ونكسر الدنيا الفتره اللي جايه على ارض الواقع باذن الله. مع باذن تكنولوجيا علوم الله. صحيه، حلو جدا حلو جدا، عظيم عظيم. طبعا الناس اللي لسه بتدرس والناس اللي خريجه، طبعا انا بتشرف بيكم. وكان قبلي باشمهندس ماهر، طبعا انا بتشرف ان انا بكمل من بعده المحاضره. وان شاء الله نعمل حاجه جميله وعظيمه، والاهم من اننا نسمع المعلومه اننا نطبقها على ارض الواقع. يعني احنا النهارده اخذنا المعلومه، يلا بينا نطبقها على طول. مش عاوزين نسمع الكلام حلو جدا، والحماس بيبقى احلى والاحلى والاهم من ان احنا نسمع الكلام والمعلومات، ان احنا يلا اخذنا المعلومه كتبناها، يلا بينا نطبقها على ارض الواقع. علشان كده انا معاكم النهارده علشان نتكلم على الفعاليات او اداره الفعاليات واداره المشروعات. عايز اسال سؤال. يعني انا كنت بحضر معاكم امبارح الايفنت. طبعا فريق تنظيم امبارح كان فوق الرائع. مجهود جبار غير طبيعي كان مبذول من فريق التنظيم والقائمين على الفعاليه الخاصه بالمبادره امبارح. انا بحييكم طبعا على المجهود العظيم ده. عايز اسال سؤال هنا، مين قبل كده كان او كانت مسؤوليته اداره الفعاليات؟ في حد بيتكلم على الصوت تمام ولا في مشكله؟ لا لا، تمام تمام، بس انت يمكن قرب شويه، لان حتى دكتور باشمهندس ماهر كان برضه صوته بعيد شويه، بس هو تمام. كده الصوت تمام. اه، احسن كتير كده. تمام جدا. عايز ال- اسمع كده من الناس، او عايز اشوف كده الكومنتس بتاعتكم، مين قبل كده كانت مسؤوليته او شارك في اداره فعاليه، او انشطه، او في كان مطلوب منه نشاط معين، هو اللي بيقوم بالنشاط وهو اللي بينظمه وهو المسؤول مسؤوليه كامله على هذا النشاط. عظيم جدا. شاركت في تنظيم جلسات برلمانيه، كنا تيم مع بعض. في حد بيقول انا كنت خايب قوي. طبيعي جدا ان احنا نغلط في الاول عشان خاطر نتعلم يعني. انا ما كنتش مسؤول مباشر، بس كنت بدرب قسم محو أمية بحضور وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي في مؤسسه الصديقيه. تمام جدا، حلو جدا. راح تحكي عن شو موضوع ورشه العمل؟ اسال ايه الموضوع يعني اه بتاع ورشه العمل؟ لا، حلو جدا ده. اذا كده سوريين، طالما تحكي عن شو فاكيد لا، سوريا معانا اعتقد ريم من موجوده. الاردن اعتقد. الأردن، تمام جدا. يعني أهلا بالأردن وبسوريا وكل البلاد العربية. هتحكي عن شو بقى؟ والله قول. يا دكتور، هي شو بتنفع على الاثنين، أردني وسوري ولبناني كمان. بلاد الشام. شو بدك بلاد يعني، شو الشام. بدك يعني؟ قول لنا طيب، عن شو، عن ايه؟ احنا النهارده هنتكلم على ازاي ان انا اخطط وانفذ نشاط، سواء النشاط ده بما اننا النهارده في مبادره صحيه بتلف او بتارجت انها تنزل في جميع محافظات ومناطق وقرى نجوع جمهوريه مصر العربيه. وان شاء الله ان احنا نتارجت ان احنا نطلع بره مصر باذن الله. هنتكلم ازاي النهارده ان انا اخطط وانفذ
مشروع او نشاط او فاعليه خاصه بالمبادره او المؤسسه اللي انا بنتمي ليها. فلسطيني، اهلا اهلا باخواتنا. طيب، بما اننا النهارده كلنا شطار وكلنا شاركنا في ايفنتات، كلنا شاركنا في انشطه، كلنا كنا بنشارك في مبادرات واعمال تطوعيه، فاكيد كلنا النهارده ملمين او عندنا معلومات عن النشاط او كيفيه تنفيذ الانشطه. طيب، خليني اقول لك، يعني انا من زمان كده، من سنين فاتت، انا لما كنت في الكليه كنت بحب جدا ان انا اشارك في الفعاليات. اي نشاط بيحصل كنت دايما بحب اشارك فيه. كنت ببقى يعني، كان في حد هنا بيقول انا كنت خايب قوي. الجمله دي بتفكرني بنفسي من زمان جدا لما كنت لسه ببدا في الكليه. انا كنت اخيب تقريبا يعني. انا كنت باخد التاسك، يمكن كنت بتلخبط او مش بيتنفذ معايا بنسبه 100%، ولكن يعني كنت ببقى مبسوط ان انا بشارك او ان انا بحاول. يمكن كنت بغلط مرة، أو لو كنت بنفذ التاسك بتاعي في أول مرة بنسبة 50%، تاني مرة كان بيتنفذ معايا بنسبة 70%، ثالث مرة كان بيتنفذ معايا ب 80%، وهكذا لحد ما بقيت بطلع النشاط أو بطلع الفاعلية بنسبة 100%. وكمان بقدر أقيس معدلات نجاح الفاعلية أو النشاط اللي أنا بعمله. طيب، خليني اقول النهارده بما ان احنا بنتكلم عن المبادره، فهيبقى تركيزه كله على المبادره وعلى الناس اللي موجوده في المبادره. مش شرط في المبادره اللي احنا فيها النهارده، ولكن جميع المبادرات او الاعمال التطوعيه او whatever بقى، حتى لو المؤسسه بتنظم فعاليات او مشروعات، فاحنا الكلام هيبقى للجميع النهارده ان شاء الله. آه، ايه اكتر حاجه يعني النهارده هسال برضو ان احنا هنشارك مع بعض وهسال اسئله، ويعني هشارككم معايا النهارده. ايه اهم حاجه النهارده لو انا جيت بتكلم مع دكتور وائل، او النهارده انا صاحب مبادره او مؤسس مبادره، وجيت قلت يا شباب انا النهارده عايز اعمل فعاليه يوم الخميس اللي جاي. يعني انا النهارده بطرح على الناس اللي موجوده معايا او التيم اللي موجود معايا، وقلت انا عاوز اعمل فعاليه وسكت. انا مش هتكلم في حاجه تانية، انا عاوز اعمل فعاليه. دوري انا النهارده كمنظم فعاليات، او مش عايز اقول منظم علشان ما نبقاش محشورين في زون معينه، ولكن لو قلت النهارده انا المسؤول على الفعاليات او على التخطيط للفعاليه او تنفيذ الفعاليه، ايه الاسئله اللي انا ممكن اسالها لشخص يقول لي انا عاوز اعمل فعاليه؟ انا عاوز اسمع كده واشوف في الكومنتس مشاركه. حلو جدا، يعني انا هكتب معاكم برضو علشان لو قلتوا حاجه يبقى انا بستفاد منكم. اول حاجه، الفعاليه عن موضوع ايه؟ حلو جدا. الفعاليه بتتكلم عن ايه؟ الموضوع حلو جدا. مين اللي هيحضر؟ انا بكتب معاكم على فكره. حلو. في حد تاني بيقول الفعاليه هتكون عن ايه؟ يعني ايه موضوع التفاعليه؟ تمام. المكان فين؟ حلو. المكان مدتها قد ايه؟ حلو جدا. التوقيت، الموضوع، المكان، الزمان، الجمهور، المشارك، الهدف والخطه. برافو جدا، برافو جدا ريم. بروبوزال للفعاليه، عظيم جدا. الفئه المستهدفه للفعاليه، عاش جدا جدا. الجمهور، اطفال، كبار، والبرامج. حلو جدا. التارجت اودينس، يعني حلو جدا، برافو. مين الفي اي بي اللي هتعزمهم؟ ده شكلك انت بقى متخصص في اي بي بقى في الايفنتس. ايه الاهميه؟ طريقه العرض، الفئه المستهدفه، ايه الحافز اللي يخلي الناس تحضر؟ عظيم جدا. ده برضو يندمج مع هدف او رؤيه الفاعليه اللي انا بعملها. حلو جدا. طيب يا جماعه، انا بقول استاذن، يعني انا بقول تقريبا استاذن كده خلاص، يعني انتوا عارفين كل حاجه ما شاء الله. لا، انا مش عارف، انا مش عارف. طبعا يا دكتور، طبعا على راسنا يا دكتور، احنا بنتعلم من حضرتك. فهم غرض من فعاليه، إيه المشاكل اللي ممكن تواجه الفعاليه؟ ماشي، يعني مش عاوزين نحط المشاكل في البداية، ولكن حلو جدا. ايه الأنشطة اللي ممكن نعملها في الفعالية تحمس الشباب؟ حلو جدا. ايه الرسالة منها اللي هي الرؤية ورسالة الفعالية اللي أنا بخطط ليها؟
حلو جدا، عظيم جدا جدا جدا. طيب خليني كده اتكلم معاكم، بما ان انا برضو يعني انا زي ما قلت تركيزي كله هيكون على المبادره النهارده، وتقريبا كده معظم الشباب اللي موجوده معانا من المبادره. هتكلم وهركز على المبادره او فعاليات المبادره بشكل كبير جدا، العائد منها سواء على الفرد او على الجميع. حلو جدا هاجر ابراهيم، شطوره جدا، برافو. زي ما قلنا المبادره رئه ورديه هي مبادره بتتكلم على المجال الصحي، مبادره لها هدف، لها رؤيه، لها رساله. لما اجي اقول مبادره فانا عاوز الهدف والرؤيه الخاصه بالمبادره بتاعتي، عاوز انشرها للناس كلها. انا مش بخصص فئه معينه، يعني ما ينفعش ان انا اخاطب او التارجت اودينس بتاعي هم شباب الجامعه مثلا. ما ينفعش اخاطب فئه معينه او اللي هم كبار السن، هنقول مثلا من 45 ل 50 سنه. انا بخاطب الكبير، بخاطب الصغير، بخاطب الطفل، بخاطب جميع الفئات اللي موجوده وجميع الاعمار اللي موجوده. فانا النهارده اول حاجه بعملها لما اجي اسال سؤال، انا النهارده بخطط لنشاط او بخطط لحاجه، انا عاوز اعرف ايه هي فعاليه، ايه الموضوع الخاص بالفعاليه، مين اللي هيحضرها. ده انا بقول كلامكم، انا لسه ما جبتش حاجه من عندي. فين المكان بتاعها، التوقيت دكتور بتاعها معلش هتكون ممكن امتى. الصوت عشان الصوت بيقطع عندنا. الصوت بيقطع. انا يا دكتور. افتكرت ان انا من عندي بس انت في الثلاث دقايق اللي فاتوا كان رايح جاي كده، كان بيقطع فعلا. طب كده، كده شغال تمام، يعني، كمل الصوت ولو في تمام حاجة كده. هنقول لك ان شاء الله. خلاص تمام كده، شكرا جدا يا دكتور، شكرا جدا على المشاركه الجميله. فدايما انا بخطط، انا لسه بخطط دلوقتي في التخطيط زي ما كان بيقول اكيد طبعا باشمهندس ماهر اتكلم عليها في التفكير الابداعي. انا دايما في التفكير الابداعي وانا جاي بخطط او بنفذ لنشاط معين او فعاليه معينه، التفكير الابداعي هنا البرين ستورمينج، اللي هو انا العصف الذهني. لو ما كنتوش اخدتوها في التوبيك مع باشمهندس ماهر فاكيد هتكلم عنها في التدريب طبعا باذن الله. فالعصف الذهني، انا النهارده الفعاليه بتاعتي بتارجت مين؟ ايه الهدف منها؟ إيه الرساله؟ إيه الرؤيه بتاعتها؟ كل دي محتاجه اجابه، صح كده ولا لا؟ طيب دوري انا النهارده بخطط، ايه هو الموضوع؟ طيب انا بختار اسم النشاط بناء على الموضوع اللي انا بتكلم عليه او بناء على الرساله اللي انا بقدمها. اول حاجه في التخطيط انا بختار اسم النشاط، اسم النشاط اللي انا هعمله. يمكن النهارده نبقى شايفين اسم النشاط، انت هتيجي تقول لي يا انت جاي لسه بتكلمنا على على اسم الفعاليه مثلا، حاجه بسيطه هنسميها مثلا ايا كان الاسم هسميها، مش هتفرق. يؤسفني اقول لك النهارده اسم الفاعليه يمكن ليه عامل اساسي، دور اساسي في ان انا اعرف اتارجت الحضور اللي هيحضروا معايا. بعيدا عن ان انا اتارجت الحضور، يمكن برضو ليها دور اساسي في ان انا اخلي الناس تيجي تحضر. اسم النشاط، اسم النشاط انا النهارده بحضره ازاي او بخترع اسم للفاعليه او النشاط اللي انا بقدمه ازاي. زي ما قلت طبعا وتعلمنا في التفكير الابداعي مع القامه العلميه الكبيره باشمهندس ماهر، كنا بنتكلم على العصف الذهني، البرين ستورمينج. انا بفكر وبخطط ايه الاسم المناسب للحاجه اللي انا بقدمها، الحاجه اللي انا بقدمها فبختار لها الاسم بتاعها. فاول حاجه النهارده وانا بخطط للنشاط هو اسم النشاط، اسم النشاط، مبررات النشاط. انا بعمل النشاط ده ليه؟ انا بعمل النشاط ليه النهارده؟ يعني امبارح دكتور وائل كان عنده ايفنت. دكتور وائل انت حضرتك كنت عامل الايفنت امبارح ليه؟ لو دكتور وائل يشاركنا، لو موجود معانا يعني. طيب دكتور وائل غالبا مش موجود معانا، ممكن فخليني اتكلم انا انا اقول عن لك. حاجه يا دكتور لو
ممكن مستر مصطفى طبعا من المبادره، وممكن طبعا يشاركنا. اتفضل يا مستر مصطفى. من غير مستوى ولا حاجه، هو التدريب الفعاليه امبارح كانت معموله دعوه عامه للاسر. تمام. كنا بنخاطب فيها الاطفال، كنا عاملين لهم فقرات بالسكيب، ونشجعهم ان هم يشوفوا اطفال زيهم في سنهم باعمارهم بيلعبوا بالسكيب وبالعجل، يشوفوا دوت ويبقوا حابين يشاركوا معاهم. وبالفعل ده كان حصل، وكان في اولاد بتجرب العجل والسكيب قدام القاعه. بعد العرض اللي اتعمل جوه القاعه، كنا بنخاطب الاسر ان هم ازاي يطلعوا اطفالهم والشباب عن في بيئه كارهه للتدخين، ان هو من فئه صغيره ازاي يطلع ابنه اللي عنده من سن 6 سنين لحد سن الرشد وهو 18 سنه، ازاي ان هو يبقى كاره التدخين، وما يكونش بيفكر او بيحاول ان هو يجربه في يوم من الايام. انا مطلع حد بيكره الحاجه دي، ولو شاف حد في سنه او اكبر منه بيعملها، هو بيقول له ده غلط، عشان لما يكبر ما يفكرش ان هو يجرب. شكرا. عظيم جدا، عظيم جدا، شكرا على يا مستر مصطفى، عظيم جدا. طيب مستر مصطفى دلوقتي بيقول لي هو ليه عمل النشاط امبارح، او ليه عمل الفعاليه بتاعه المبادره امبارح. هو بالظبط الشرح اللي قاله مستر مصطفى دلوقتي. انا هقول لك ليه هتحضر، ليه تيجي تحضر. انا بالمناسبه انا كنت من ضمن الناس اللي كانت طبعا بتشارك وبتحضر امبارح في الفعاليه الخاصه بالمبادره. فانا عارف المبادره بتتعامل ليه. انا عرفت المبادره، عرفت الهدف من النشاط ايه، عايز يوصل لي ايه. ده بيساعد، او فكره ان انا وانا بخطط لازم يبقى عندي مبرر وعندي هدف للفاعليه او النشاط اللي انا بعمله. ده بيساعدني ان انا اعرف انفذ النشاط. يعني مستر مصطفى دلوقتي هو كان بيشاركنا، كان بيقول لي ايه مبرراته وايه الاهداف من ان انا اروح احضر الايفنت. فبمجرد ما رد عليا خلاص اجبرني، او بيخلق النيد عندي، بيخليني اروح احضر، بيجبرني ان انا اروح احضر. فمبررات واهداف النشاط ساعدت ايه؟ ساعدت على نجاح النشاط. ومن ضمن او مقاييس عمل مقاييس نجاح، مقاييس نجاح النشاط او الفاعليه هو الحضور. انا النهارده متارجت ان هو يحضر لي في الفاعليه وليكن 500 شخص. 500 شخص حضر لي 500 زي ما انا كنت متارجت. ده دليل على نجاح الفعاليه ولا لا؟ دليل طبعا. زي ما انا كنت بخطط ونفذت، او بناء على التخطيط اللي انا كنت بخططه نفذت عليه، وبالفعل قد حصل. انا كنت متارجت 500 يحضروا لي. حضروا ال 500؟ حضروا ال 500. طيب حضروا 400؟ طب ليه ال 500 ما جوش؟ حضروا 200، حضروا 300، حضروا 600، حضروا 1000. كل دي مؤشرات ومقاييس بقدر اقيس بيها التخطيط اللي انا كنت بخططه للنشاط. ودي يمكن حاجه احنا بنقدمها عندنا في العلاقات العامه، او في الماتيريال بتاع العلاقات العامه عموما. اداره الفاعليات، وازاي ان انا انجح فاعليه انا بكون مسؤول عنها. ونجاح الفعاليه مش بس ان انا بتارجت حضور 500 ولا كل الكلام ده، لا 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 خالص. الحضور ده يمكن من ضمن المؤشرات او من ضمن التخطيطات اللي تبقى موجوده للفعاليه. طيب النهارده يعني انا من يعني كنت بتطلع كده على المبادره، وحبيت ان انا افهم المبادره بتتكلم عن ايه، وهي عاوزه تكون فين، وبتارجت مين. فانا بكلمكم النهارده واقول لك يعني رئه ورديه، او مبادره رئه ورديه الخاصه بمؤسسه صحه مصر النهارده بتارجت انها تنزل محافظات مصر بالكامل. ويمكن برضو مستر مصطفى يفهم اكتر عن المبادره ويشاركني برضو لو في اي حاجه انا بقولها. النهارده هم بيتارجتوا انهم ينزلوا محافظات مصر كلها. ده صحيح؟ صحيح. ومش بس محافظات، ده انا هنزل قرى، وهنزل نجوع، وهنزل بلاد ومناطق، وهنزل كل البلاد والشوارع اللي موجوده في مصر النهارده. فانا النهارده خلاص المبادره قررت انها تنزل وليكن الصعيد بكره الصبح، او هتنزل الصعيد الاسبوع اللي جاي. يلا كده خلاص احنا هنعمل مبادره في الصعيد، او هنعمل فعاليه او نشاط في الصعيد، فيلا بينا كلنا نازلين الصعيد كده وخلاص. يعني يلا بينا مسافرين ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. ينفع؟
يعني انت تخيل كده لو قررت مره واحده ان انت هتروح تعمل الفعاليه او النشاط اللي اتعمل امبارح في القاهره هتعمله مثلا في الصعيد، وخلاص وسافر وتيم كامل سافر وراح الصعيد عشان يعمل الفعاليه، هيروح يلاقي ايه هناك في الصعيد او وير ايفر المكان اللي هيعمله، محافظه من ضمن المحافظات مثلا. حلو جدا. حد بيقول هنا لازم تنظيم. تمام. مين يشارك تاني؟ انا عاوزكم كلكم تبقوا موجودين معايا، عاوز كل الناس تشارك. انا عايز استفيد منكم يا جماعه النهارده، انا عايز اقول لكم انا داخل بستفاد منكم. لازم تنظيم، لازم تخطيط. طيب مين عندي النهارده في المبادره، او مين التيم او مين الشخص المسؤول على تخطيط الفعاليات او اداره الفعاليات؟ عندي مثلا سين من الناس، صاد من الناس. طيب باجي بقعد، طيب احنا ان شاء الله المبادره بتاعتنا بتستهدف انها تعمل فعاليه في سوهاج، في احدى محافظات الصعيد. هنعملها ان شاء الله في سوهاج. هتعملها امتى؟ يعني ان شاء الله بنتارجت انها تبقى بعد اسبوع، بعد 10 ايام. طيب عظيم جدا. انا دلوقتي بخاطب المسؤول على اداره الفعاليات. المسؤول على اداره الفعاليات مطلوب منه ايه دلوقتي؟ مطلوب منه اول حاجه ان هو، انا خلاص هدي سيرش طبعا، هشوف مين في سوهاج، هشوف انا عاوز انزل فين في سوهاج، هنزل عند مين، بتارجت مين يحضر من سوهاج، بتارجت مين الناس، مين الاعمار اللي هتكون موجوده معايا. بتارجت مثلا الناس الكبيره اللي هم 40 و50 و60 و70 سنه، ولا رايح او نازل المحافظه بتارجت الشباب، ولا رايح بتارجت الاطفال؟ رايح هتارجت مين؟ عاوز مين يحضر لي هناك؟ طيب وقبل انا خلاص انا دلوقتي حددت انا عاوز مين يحضر لي. طيب نزلت قبل كده اصلا المحافظه او نزلت المكان ده ولا لا قبل كده؟ نزلت. حلو جدا. طبعا اكيد طالما نزلت فعامل دراسه للجمهور هناك، عامل دراسه للمكان، البيئه المناسبه اللي انا هكون موجود فيها هناك، الاماكن المناسبه اللي انا هقيم فيها الفاعليه. فالدراسه الكامله على المكان طبعا بتساعدني بشكل كبير جدا على نجاح الفعاليه اللي انا بقدمها. ودايما لما بنيجي نتكلم على قرى ونجوع او محافظات ارياف، فدايما هناك لازم يكون في شخص معايا، لازم يكون في شخص معايا هناك في المحافظات دي. يعني انا نازل على شخص من المحافظه، من الشارع ده، من المنطقه دي، من القريه دي، من النجع ده، فانا رايح له هو. فده دايما بيساعدني على تنفيذ الفاعليه بشكل ناجح وبشكل كبير جدا داخل المكان. تمام. عملت دراسه للمكان، عملت دراسه للجمهور اللي هيحضر لي، طب في فعاليات اتعملت هناك قبل كده ولا لا؟ سواء طيب شوف ايه الفعاليات اللي اتعملت هناك قبل كده، وخليني اقيس مؤشرات النجاح او مقاييس النجاح اللي كانت في الفعاليه اللي قبلي. لان ممكن انا دايما بنعمل كده عندنا، او دايما عندنا في استراتيجيات الفعاليات او اداره الفعاليات عندنا في العلاقات العامه، او انا مسؤول عن فعاليه النهارده. دايما بشوف هل الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده، او هل الايفنت اللي انا بنظم له النهارده او هنظم له بعد اسبوع، هل في حد عمله قبل كده ولا لا؟ هل في حد عمل حاجه شبيهه بالموضوع او الاهداف بتاعتي قبل كده ولا لا؟ لو في، خلاص انا بشوف مين اللي عمل حاجه زي كده. وطبعا الحاجات دي نعرفها من حاجه بنعمل لها دراسه زي اسمها دراسه سوق او دراسه جمهور او وريفر مسمى الدراسه. فانا بعمل دراسه للفعاليات اللي اقيمت بنفس الاسم بتاعي او شبيهه بالاسم بتاعي، او المضمون بتاع الفاعليه اللي انا بعملها. وليكن في فعاليه او اثنين او ثلاثه او اربعه اتعملت قبل كده قبلي، تعالى انا هدرس. على فكره اروح، انا ببقى مضطر ان انا اروح ادرس الفعاليات اللي اتعملت قبلي، نجحت ولا لا؟ طب مؤشرات النجاح عندها كانت عامله ازاي؟ نسبه النجاح، نسبه نجاح الفعاليات اللي قبلي كانت بنسبه كام؟ هل 80% ولا 90% ولا 100% ولا 50%؟ طيب انا هدرس يا جماعه الناس دي ما نجحتش ليه هناك؟ علشان كانوا اخطاوا في واحد واثنين وثلاثه. بناء على الاخطاء اللي حصلت في الفعاليات اللي قبلي، انا بجيب ورقه وقلم زي كده اهو بكتب يا جماعه في فعاليه عايزين ناخد بالنا من واحد واثنين وثلاثه واربعه.
علشان ده حصل قبل كده، وللاسف كان عامل سيء جدا في نجاح الفعاليه. فانا بعمل ايه دلوقتي من خلال الدراسه اللي انا عملتها؟ بعرف الاخطاء اللي حصلت قبل مني علشان خاطر استبدلها بالتصحيح بتاعها، علشان تساعدني في مقاييس او مؤشرات نجاح الفعاليه اللي انا بخطط لها. خليني كده ابص على الكومنتس، في ناس بتكتب. في حد بيقول لازم احدد الراعي الرسمي للمتحدثون وشركاء الفاعليه. عظيم جدا. يعتبر بجمع او بصنف كافه معلومات والبيانات اللازمه حول الفعاليه. تمام. في مصطفى الاذان رافع ايده كمان، مصطفى رافع ايده. انا اسف، هو في حد بس بيقول الاذان عنده، فممكن ننتظر، يعني انا بعتذر، ممكن ننتظر بس. طيب مصطفى يخش، اصل مفيش تعارض ما بين الاذان وما بين عند مصطفى اللي بيقول يعني ولا ايه؟ لا طب لا. ماشي، اتفضل يا مستر مصطفى. اتفضل يا مستر مصطفى. مستر مصطفى. ده هو الظاهر ايده معلقه بس يعني. طب ننتظر دقيقه يخلص الاذان يا حضرتك دكتور. يا دكتور، بس منتظر الاذان عشان صوت الاذان. تمام، عندك. مفيش مشكله. يبقى خلينا كلنا ننتظر الدقيقه عشان خاطر الاذان. مفيش مشكله. بس مفيش تعارض بين الاذان واللي احنا بنعمله، بس خلاص بناء على رغبه الجماهير يعني. احنا تحت امر الجمهور يا دكتور. انا إيه، ما عرفتش ان في حاجه مرتبطه بالموضوع ده، او يعني حديث او حاجه ان لما دان يدن نسكت كلنا. دي غريبه شويه، ما اقصدش حاجه والله، بس الحمد لله الواحد ملتزم. انما خلاص عادي. خلينا برضو، يعني عشان خاطر الناس برضو تكون بتسمع، ننتظر. ده نكمل عادي والله، صدقوني مصطفى معلش. يعني هو الوحيد اللي هيتكلم وعنده الاذان، هو ده اللي يقول ان عشان الاذان تمام. عندي مش عارف اتكلم. مع حضرتك يا دكتور. قول يا حبيبي سؤالك، ولا انت عايز تعمل ايه؟ لا تمام، هو ما فيش اي سؤال. احنا كنا بنتكلم ان الفعاليه امبارح يعني كانت خطت اهدافها، وكنا كان الدكتور كان بيتكلم ان احنا مستهدفين الشباب فئه ايه، وكنا شرحنا ان احنا الفعاليه بتاعتنا امبارح كانت تهدف الاطفال والاسر والشباب لعمل يعني تعريفهم وتزويدهم بمهارات، وانشاء بيئه كيها للتدخين من خلال الفعاليات اللي احنا عملناها رياضيه. ويشوفوا الشباب وهم بيلعبوا رياضه وازاي ايه يلعبوا هم كمان رياضه، عشان يشوف الشاب اللي في سنه او الطفل يشوف اللي في سنه بيلعب رياضه، بيبقى حابب يجرب دوت ويشارك معاه، وبنحيث ان احنا نفعله من خلال ده. طبعا طبعا يا مصطفى، وكويس انت قلت الموضوع ده. على فكرة ناس كتير علقت على هذا الموضوع، وانا بعتبر اللي علق ده يعني فعلا بيقول لنا خدوا بالكم المرة الجاية تبقى الموضوع مختلف. خدوا، وكل احنا بنتعلم وده احد حاجات اللي يعني اللي اكيد الدكتور جمال هيقول عليها، ان لازم نجرب. حتى لو انا على فكرة انا اللي كتبت ان انا كنت فاشل جدا في الموضوع ده، في موضوع التخطيط يعني والإدارة. أو بخطط بس ما بعرفش أنظم يعني. فالواحد يكمل ويعمل مرة تانية وتالتة، والناس تتجاوز عن الأخطاء عشان نكمل مع بعض، لأن اللي احنا بنعمله حاجة كبيرة وعظيمة. ووجود دكتور جمال والمهندس ماهر وناس كتيرة معانا في الورش اللي فاتت واللي جاية إضافة كبيرة، ولأن هم بيرشدونا وبياخدوا بإيدينا وينورونا الطريق. طبعا يا دكتور وائل، طبعا يعني ان شاء الله ان احنا نقدر نقدم حاجه ومعلومه لكل الناس اللي موجوده، سواء في المبادره او تابعه للمبادره من الخارج، او هي يعني حابه انها تشارك مع المبادره. طبعا احنا ان شاء الله في اتم الجاهزيه وبقوه ان احنا نقدم التدريبات اللي جايه ان شاء الله بشكل كبير جدا. وهتكلم برضو على النقطه اللي كان بيتكلم عليها مستر مصطفى ودكتور وائل. دايما بقول النهارده لما باجي بنظم او بنشوف، يعني انا دايما بتكلم بحرقه قوي يعني هنا يا دكتور وائل في الموضوع ده، اللي هو انا النهارده بتكلم على تنظيم.
يمكن كلنا بنشوف كلمه تنظيم، ايه ده يا راجل، انت ايه ده، انت شغال تنظيم في مبادره؟ يعني اهو شغال تنظيم، ليه لا، ليه ما اشتغلش تنظيم في مبادره؟ فدايما كده بنشوف مواجهه او في شراسه، واحنا واحنا بنسمع كلمه تنظيم من شخص ما، وليكن مثلا تنظيم في مبادره، فبنشوف كده ردود مش الطف حاجه للناس دي. ولكن لو جينا نتكلم، المسؤول على اداره الفعاليات هو من اهم الناس اللي بتبقى موجوده داخل المؤسسات، سواء مبادره، سواء شركه، سواء مؤسسه تطوعيه او ربحيه او ريفر، دور المؤسسه او المبادره. فلا النهارده يا جماعه، انا لما اجي اقول انا مسؤول اداره فعاليات، او النهارده انا من اداره الفعاليات، كلمه تنظيم للاسف كانت بتتاخد بطريقه مش الطف حاجه للناس. فلكن لا، الدور الاساسي والتنظيم هو عمود اساسي داخل اي مكان. النهارده انا لو جيت بتريق على التنظيم مثلا، خليني مثلا بما ان دكتور وائل موجود في مبادره رئه ورديه، فخليني مثلا همثل بالمبادره. لو جيت قلت مثلا النهارده التنظيم في مبادره رئه ورديه مش احسن حاجه، او فريق التنظيم يا سيدي ده هو يا دوب مجرد فريق تنظيم. ايوه، لو جيت اتكلمت على فريق تنظيم كده، ايه اللي هيحصل؟ انا لا هعرف اطلع فاعليه زي خلق الله، علشان انا هنا بس بتكلم بضمير قوي وحرقه على المسؤولين على اداره الفعاليات، او تيم التنظيم في ايا كانت المكان. فلا هعرف اطلع فاعليه، ولو بخطط لنشاط والله لا هعرف اخطط ولا هعرف انفذه. ولو معايا مؤتمر، معايا ايفنت، مين اللي بيعمل الحاجات دي؟ انا يا دوب بمجرد انا باخد الفكره. يعني انا النهارده، انا ماشي، انا النهارده جمال همسك تنظيم، او من النهارده انا تنظيم لمبادره رئه ورديه. جميل، جميل جدا. دكتور وائل الاسبوع اللي جاي او بعد شهر، هو في دماغه او عنده فكره ان هو عاوز يعمل فاعليه في محافظه، في محافظه، يعني ايا كان اسم المحافظه، او محتاج يعملها في القاهره. هيجي يقول لي والله احنا محتاجين نعمل فعاليه فكرتها واحد واثنين وثلاثه. شكرا. انا اخدت ايه من دكتور وائل؟ انا اخدت الفكره بتاعه الفعاليه، اخدت فكره النشاط بس. مين اللي بيخطط؟ مين اللي بينفذ؟ مين اللي بيطلع عين 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 كده اهو في الفاعليه؟ مين؟ فريق تنظيم، او الفريق المختص في الفعاليات. فالنهارده فريق تنظيم تدريبه شيء مهم جدا، المتابعه معاه في اداره الفعاليات شيء اساسي. برضو زي ما كنا بنتكلم على عشان نرجع تاني بس لموضوعنا علشان انا فاكر ما بنساش، كنا بنتكلم على اداره الفعاليات في محافظات مختلفه. فكنت باخد طبعا مشاركات من مستر مصطفى ومن حضراتكم في الكومنتس، وكنا بنقول النهارده لو نزلنا المحافظه دي، فانا اول حاجه بعملها انا لازم انزل المحافظه، عملت دراسه، عرفت الاخطاء بتاعه الفعاليات اللي قبل مني، بدات ان انا اصححها بافكار وعوامل وخطط بديله ليها بالشكل الصح والشكل اللي يليق بالمكان اللي انا نازله. وعاوز اقول لكم على حاجه مهمه جدا. النهارده احنا لو متارجتين ان احنا ننزل 10 محافظات، اوعى تفكر ان انت النهارده بتخطط لفعاليه في القاهره يبقى تخطيطك للفعاليه ده او تخطيطك ده النهارده بتاع القاهره هيفيدك في الفيوم، هيفيدك في اسيوط، هيفيدك في بني سويف، هيفيدك في الشرقيه، هيفيدك في اسوان. مستحيل. التارجت اودينس اللي موجودين في القاهره غير الناس اللي موجوده في الفيوم، غير الناس اللي موجوده في اسيوط، غير الناس اللي موجوده في الشرقيه، غير الناس اللي موجوده في اي مكان تاني. لذلك دايما بنقول من العوامل الاساسيه والمهمه جدا، انا باول حاجه بختار المكان اللي انا رايح اعمل فيه الفعاليه. نازل الشرقيه، حلو جدا، بدرس الشرقيه كويس جدا، بدرسها، بدرس الفعاليات اللي اقيمت هناك قبل مني، بدرس واشوفها نجحت ولا لا، بدرس بشوف الناس هناك، الاجواء، البيئه اللي فيها الناس هناك عامله ازاي، طريقه تفكيرهم هناك عامل ازاي. طيب انا لو نزلت بالفاعليه دي هيكونوا عاملين ازاي، هيتقبلوا مني الكلام ازاي.
فانا لازم بختار وببدا اخطط للمكان اللي انا نازل له، مش بس للحاجه. انا بخطط رقم واحد، بخطط للمشروع او الفعاليه اللي انا بخطط لها او اللي انا محتاج انفذها. بعد ما بخطط للفعاليه انا بخطط برضو للمكان اللي انا رايح له هناك. انا هعرض الفعاليه بتاعتي هناك بانهي شكل. وهنا بقى يعني اعذرني كده وانا بقول لك، انت هنا بتختار طريقه عرض الفعاليه مش بالشكل اللي يناسبك، على قد ما بتختار طريقه العرض الفعاليه للشكل اللي يناسب المكان هناك ويكون يليق بالايمج بتاعتك. لان هنا بنربط حاجتين ببعض، يناسبك انت كايمج للمكان او المبادره بتاعتك، وتاني حاجه يناسب المكان او البيئه اللي انا بعمل فيها الفعاليه. لان انا لو كنت طماع واخترت الحاجه تناسبني انا، وتخيل كده النهارده انا بتكلم عن الببليك ريليشنز او بتكلم على العلاقات العامه، واخترت ان انا اروح اخترت مثلا مدرسه ثانويه فنيه اروح اعرض فيها العلاقات العامه. ايوه، صباح الخير صباح النور، انا بتكلم عن العلاقات العامه النهارده، او بتكلم عن الببليك ريليشنز. مردودهم هناك او ردود افعالهم هيكون عامل ازاي؟ ايوه يا عم، شوفوا لنا مين اللي جاي يتكلم ده. بابليك ريليشن ايه وعلاقات عامه ايه هو جاي يعمل ايه؟ فانا اذا انا يبقى غلطي ايه دلوقتي؟ انا اخترت المكان الغلط اللي انا رايح اعرض فيه. او ممكن استبدلها بايه؟ استبدلها باختيار طريقه عرض مناسبه للناس اللي انا بروح لها او البيئه اللي انا هكون موجود فيها. يبقى كده مع بعض. يبقى اول حاجه لو انا ببدا ادير فعاليه او طلبت مني فعاليه ورايح مكان معين، يبقى اول حاجه انا بعملها ايه؟ مش هخليكم تناموا مني مبدئيا يعني. يلا بقى، انا محتاج الناس بقى. الناس اللي موجوده، ها، إيه الناس اللي موجوده يا جماعه؟ من وجهه نظري يا دكتور، عشان الناس بتوجد في مكان ما محافظه مثلا زي القاهره، هدف ايه هدف اللي هم عايزين يشوفوه من هدف ده؟ هعرف ابداع وتميز. طيب يعني انا دلوقتي ماشي، اللي انا فهمته من الكومنتس، انا بشوف الفئه او بشوف البيئه اللي انا هنزل فيها او السيجمنتيشن الخاصه اللي انا بتارجتها، بشوف هم محتاجين ايه، او بعمل بالانس ما بين طريقه العرض اللي انا بشتغل بيها وما بين طريقه العرض اللي بتناسبهم. حلو جدا. الفئه المستهدفه، تمام جدا، من ضمن المخطط. الكلام ده تمام جدا. كل بيئه ليها ظروفها وتقبلها لاي موضوع. عظيم جدا ان اعرف التفاصيل كلها عن المكان اللي رايح له، واني ادرسها كويس وازاي اكتر حاجه بتجذبهم. حلو جدا. بمناسبه الدراسه، احنا عندنا دراسات كتير جدا في اداره الفعاليات. يعني اول حاجه دي دايما بربطها بالعلاقات العامه، عشان الماتيريال ده موجود في العلاقات العامه، عشان احنا عاملين ميكس النهارده في الورشه. في العلاقات العامه عندنا في اداره الفعاليات او استراتيجيات الفعاليات، في عندنا اكتر من دراسه. في دراسه للسوق نفسه، في دراسه للعمل اللي انا او الفعاليه اللي انا بعملها، دراسه الفعاليات، بشوف ايه الفعاليات اللي حصلت مني، طبعا ده اتكلمنا فيه. وفي اكتر من دراسه. طبعا الدراسات دي كلها لو اتكلمنا عن كل دراسه بمفهومها وتفاصيلها هتاخد وقت كبير جدا مننا طبعا، وان شاء الله الايام جايه كتير ومحاضرات كتير وتدريبات كتير، فانا هتكلم طبعا بالتفصيل في الايام اللي جايه. حلو جدا كده، الناس شاطره ومركزه جدا. هدف النشاط وما هو الاستفاده من الموضوع المطروح ومبررات النشاط. عظيم جدا جدا جدا. الناس مذاكره والناس طبعا جميله جدا. بعد كل الكلام الجميل ده، هل القسم المسؤول على إدارة الفعاليات في المبادرة جاهز إن هو ينزل المحافظة ولا لا؟ هل الفعالية دي، هل هو دلوقتي جاهز إن هو يبدأ ينفذ الفعالية بتاعته في المحافظات ولا لا؟ جاهز ولا لا؟ بعد تركيزكم، وإذا ثانيا في حد بيقول في حاجة ناقصة، قولي لي يا فرح. أنا بسمع منك أهو.
قولي لي يا فرح، انا معاكي اهو بتابع الكومنت. لسه التأهيل النفسي للمنظمين. تمام جدا، ماشي. انا بكتب معاك علشان ارد عليكم دلوقتي. وعارف الناس، عارف التارجت اودينس اللي موجودين هناك، عارف البيئه اللي هو بيعيش فيها. فبناء على كل ده فانا ببقى عارف، دي الدراسه بقى اللي احنا قلنا عليها. فببقى عارف الناس اللي موجوده في البيئه اللي انا هكون موجود فيها، طريقه تفكيرهم او طريقه استقبالهم للعرض هتكون عامله ازاي. بناء على الكلام ده انا بختار، زي ما قلنا انا بختار طريقه العرض المناسبه اللي تليق بالناس اللي انا بعرض لها، وطريقه العرض تبقى مناسبه للايمج بتاعتي. يمكن بس كده يعني. فانا قلت اعيدهم تاني، ده رد على الكومنت بتاع فرح. في برضو في اكتر من كومنتس تاني دكتور الصوت راح. تقريبا المشكلة عنده هو، هو نفسه فصل. دكتور وائل لو سمعنا، او دكتور مصطفى، دكتور مش موجود. في مشكلة عنده في النت وتقريبا بيعالجها ويخش تاني. دقيقة واحدة يا شباب، الدكتور هيكون بيدخل تاني يا بس ريت هو يا النت أستاذ خلاص من عنده. مصطفى تدخل تشوف مشكلة يا دكتور وائل. تمام، لا تقلقوا، احنا مكملين والدكتور بيدخل حالا بس. انا بعتذر يا جماعه، ما اعرفش هو في مشكله، اللينك زوم بيخرج، يعني الزوم بيخرج لوحده. مفيش أي انا مشكلة بقى يا دكتور، مع حضرتك ممكن هو يا نكمل حاضر. دكتور الزوم باين كده بيخرج عندنا كلنا، مش عندك واحد. تمام، يعني الحمد لله كده انا خلاص، يعني عشان انا كنت بعتذر جدا ليكم والله. كده انا رديت على التعليق فرح طبعا. ولو في اي حاجه برضو انا موجود معاكم، وهستقبل كل الكومنتس وكل الاسئله وعشان ارد عليها. في كذا حد طبعا كان بيقول في الكومنتس التاهيل النفسي للمنظمين. حلو جدا. التأهيل النفسي للمنظمين او التأهيل النفسي لفريق التنظيم بشكل عام مش بيبقى محتاج ان انا اكون نازل فعاليا. دايما التأهيل النفسي بيبقى بشكل مستمر مع التيم عندي. يعني انا النهارده لما اقول انا النهارده كجمال معايا حوالي 144 واحد شغالين معايا في العلاقات العامه. انا يمكن يوميا بتابع الناس دي بعيدا عن الشغل، انا بتابع معاهم نفسيا، ايه المشاكل اللي بيقابلوها في الشغل، ايه الضغوطات اللي بتقابلهم، علشان خاطر لو في اي حاجه نفسيه ما تاثرش عليهم.
وما تاثرش على شغلهم. فالتاهيل النفسي هو واجب طبعا. قبل اي فعاليه ببقى بديهم بريف طبعا عن اليوم وعن الناس اللي بيتعاملوا معاهم وعن الناس اللي بيقابلوها وعن ردود افعال اللي ممكن تواجههم. الحاجات دي موجوده طبعا ولسه دي الحاجات دي بتتقال بشكل مفصل في إدارة الفعاليات، ولكن الحاجات دي بتبقى محتاجة كتابات كتير جدا، محتاجة إن احنا نتكلم فيها بشكل كبير. فالتأهيل النفسي مش بيبقى محتاج إن أنا مش بيبقى محتاج مرة كل فعالية، لا، التأهيل النفسي ده بيبقى موجود بشكل مستمر في مع الفريق، علشان بس الناس اللي بتقول على التأهيل النفسي. أنا برضو موجود وبسمع طبعا منكم. في حد بيقول هنا لازم يبقى عندهم القدرة والتعامل مع الظروف المحيطة الغير متوقعة. دي بقى بنسميها احنا الأزمات، الأزمات المفاجئة اللي ممكن تحصل لي وأنا بنظم الفعالية. حاجة زي كده برضو بيبقى التيم أو الفريق الخاص بيك بيبقى مجهز تجهيز كامل على الحاجة دي، على إدارة الأزمات المفاجئة. ودي يمكن الحاجات اللي بتبقى بتخض بشكل كبير جدا على فكرة في الإيفنتات. يعني أنا لما بكون متواجد في إيفنت أو أي حاجة ويحصل دروب، من النادر ان انت تطلع حد من الفريق او شخص او اتنين يقدر يطلع يهندل الدروب اللي حصل. ودي بتبقى بسبب عدم جاهزية الفريق لإدارة الأزمات، وخصوصا إدارة الأزمات اللي هي الأزمات المفاجئة يا جماعة. فحاجة زي كده احنا طبعا مستعدين، طبعا ومش مستعدين، واحنا اصلا جاهزين لانها موجودة في التدريبات اللي جاية. عرفنا الفئة المستهدفة وعملنا دراسات للمحافظات وعملنا دراسة للمكان بتاعنا ودراسة للبيئة اللي احنا هننزل فيها، وعملنا الدراسات بتاعتنا واخترنا اسم النشاط زي ما قلنا والمبررات والأهداف والفئة المستهدفة والتوقيت والمكان. بختار ايه تاني؟ احنا خلاص نزلنا الفعالية كده. نزلنا الفعالية، قبل ما انزل الفعالية محتاج ايه؟ المستلزمات اللي انا محتاجها معايا في الفعالية. ايه الحاجات اللي انا هستخدمها في الفعالية؟ الحاجات دي طبعا انا لسه بخطط، من ضمن التخطيط برضه قبل ما انزل الفعاليه انا بخطط طبعا. فايه المستلزمات؟ ايه المستلزمات اللي انا بحتاجها؟ عندي واحد واثنين وثلاثه، ورقه وقلم، واحد واثنين وثلاثه واربعه، لازم اكون جاهز بيهم، لازم اكون جاهز بالحاجات دي. لازم الفريق عندي او انا كمسؤول فعاليات او مسؤول اداره فعاليات، انا لازم الحاجات دي تكون موجوده معايا بشكل كبير جدا. ما ينفعش اكون نازل مكان واقول ياه، هو احنا المفروض كنا ننزل هنا وكان يبقى معانا كذا، يا ده احنا كمان نسينا حاجات تانية، يا ده احنا كان لازم ما اعرفش نعمل ايه. فانت طبعا هتفضل تقول يا كتير جدا، للعلم يعني هتفضل تقول يا كتير جدا. ف الحاجات دي طبعا مستلزمات النشاط لازم تكون على درايه وحاجات جاهزه بشكل كبير جدا قبل ما انا اروح للفعاليه. طيب، عرفنا المستلزمات اللي احنا بناخدها معانا، عرفنا المستلزمات وعرفنا كل التفاصيل دي. سير الجلسه واهداف الانشطه. ثانيه في كومنت كده، لا ثانيه قبل ما ادخل بس في السلايد الجديد، في كومنتس محتاج ان انا اشوفها. ثانيه يا جماعه انا برضو بتابع. في حد هنا بيقول هل ممكن المدرب اللي هيشرح، المدرب اللي هيشرح تمام جدا. بالراحه عليا يا جماعه، عشان انا على ما بلحق بقرا الكومنت بلاقي الكومنت اللي تاني بيطير اللي فوق. الفريق يكون واعي بالمكان ومستلزمات المكان وكمان جاهز لاي تغيير ممكن يحصل. تمام جدا. ميزانيه وفريق عمل متعاون. ميزانيه يعني ايه بقى؟ عشان هنا ميزانيه بقى هتضرب عندنا في حاجه تانيه، بس خلينا كده نوضح ميزانيه يعني ايه ميزانيه.
لو الميزانيه هنا فلوس فعرفيني. التعاون مع الرعاة، يكون الفريق جاهز نفسيا ومعنويا، ونفسيا ومعنويا طبعا ده شيء اساسي طبعا. الكومنتس الموجوده تاني علشان برضو ناخدها مره واحده معانا. المستلزمات او التجهيزات اللي انا ببقى بظبط لها قبل الايفنت او من ضمن التخطيط للنشاط او الفعاليه. ببدا ان انا اول حاجه انا نازل الايفنت خلاص، انا عملت الدراسه الكامله خلاص دلوقتي، فاحنا جاهزين ان احنا يلا هنستارت ونبدا الايفنت بتاعنا. بعمل ايه بقى؟ نازل لو انا معايا رعاه، علشان في ناس كتير طبعا بتتكلم فيكم على الرعاه، فانا النهارده انا معايا رعاه للايفنت سواء معايا او لا. فانا ببدا ان انا بنسق مع الرعاه على الفعاليه، بتكلم مع الرعاه طبعا. ببدا السبيكرز اللي نازله معايا في الفعاليه ببدا انسق معاها بشكل كبير جدا وبشكل تفصيلي. الحاجات دي يا جماعه بتفرق طبعا، الحاجات دي بتفرق. يعني يمكن كل ده كوم فكره ان احنا الدراسات دي كلها بنعملها واحنا بنخطط للايفنت او الحدث او الفعاليه. احنا بنخطط يعني كل الدراسات دي علشان نخطط للايفنت. دلوقتي خططنا وبدانا تجهيزات الايفنت بقى الحصريه او الرسميه اللي هتقام بقى. اول حاجه انا نازل معايا سبونسر او رعاه ولا لا، رقم واحد. رقم اتنين، هل انا معايا مدربين او سبيكرز؟ معاك واحد، معاك اتنين، معاك ثلاثه. حلو جدا. دي ببدا طبعا بان انا بنسق واجهز معاهم بشكل تفصيلي جدا وبشكل دقيق مواعيد. لو في سفر فببقى بعرفهم. لو في اي تغييرات يا جماعه، لو في اي تغييرات وانت بتنظم لفاعليه، فطبعا السبيكرز والناس الرعاه كل شخص بيشارك معاك انت لازم بتبدا تبلغه بكل حاجه. يعني يمكن تقول بالنسبه لك انت اصل دي حاجه تخصني انا كصاحب، انا صاحب النشاط او صاحب الفعاليه، الشخص اللي هيجي يتكلم ويمشي هتفرق معاه. هتفرق معاه. اي حاجات بتحصل بتخص الايفنت بلغني انا كسبيكر النهارده. يعني قول لي والله هو احنا المفروض كان معانا سبونسر واثنين وثلاثه، او النهارده كان معانا والله المفروض 300 بيحضروا ولكن للاسف اللي بيحضروا معانا 200. خليني برضو ابلغك اقول لك والله للاسف كان بنتارجت ان ناس كبيره كلها تبقى موجوده، ولكن اتفاجئنا ان في شباب وفي اطفال. فانا كسبيكر ليا توك في الايفنت او في النشاط او في الحدث اللي انتوا بتعملوه. فانا الحاجات دي بتفرق معايا بشكل كبير جدا. بتفرق معايا. ما هو انا يمكن انا خلاص انا خدت منك ان كل التارجت اودينس اللي موجودين كلهم كبار سن، كلهم 50 سنه او 40 سنه وفوق. فانا محضر المعلومات او محضر التوك بتاعتي والماتيريال اللي انا بقدمه بطريقه عرض مناسبه للسن ده. فانا اجي اتفاجئ ان كل اللي موجودين شباب، فانت فاجئتني. تمام. دي برضو من ضمن النقاط المهمه جدا اللي دايما بتشارك بيها السبيكرز الموجودين معاك. ايه المستلزمات اللي انا بحتاجها؟ كل المستلزمات والحاجات والادوات اللي انا بستخدمها في النشاط من ضمنها طبعا من ضمنها السبيكر او التحضيرات، من ضمنها السبيكرز، من ضمنها الرعاة، من ضمنها الادوات نفسها، الادوات اللي انا بستخدمها خلال اليوم او خلال النشاط. جميع الادوات اللي انت ممكن تستخدمها دي من ضمن مستلزمات النشاط. خلوني ارجع للكومنت تاني. في هنا الكومنت بيوضح حاجه، كومنت كبير جدا ما شاء الله. يعني هنا ريم علي بتقول يعني الميزانيه بتساعد على توضيح العديد من الجوانب وتجنب المفاجآت غير المرغوب فيها، وتحديد الاحتياجات وتوزيع الميزانيه على العناصر المختلفه وتصير اكثر تحكم بفعاليتك. ويجب ايضا مراجعه الميزانيه. بالراحه عليا يا جماعه، يا جماعه بالراحه عليا عشان اقرا الكومنت.
مع التغيرات ووفقا للإحصائيات يتم توزيع الميزانية على التسويق والمتحدثين والمواد المطبوعة والأماكن. كده احنا بنتكلم في ميزانية، كده احنا بنتكلم في فلوس، كده احنا بنتكلم في بودجت مادي للحدث أو للفعالية أو النشاط. طبعا الحاجات دي بتبقى ما بين دي، طبعا دي بتبقى إيجارات عليا. أنا وارد النشاط أو الحدث بدون بادجت، بدون ميزانية. وارد انا النهارده بحضر لنشاط، النشاط ده بدون ميزانيه على فكره، مجاني تطوعي، مفيش ميزانيه طالعه. ولكن هنا دي حاجه طبعا بتبقى متظبطه. لو في رعاه للحدث او للنشاط ده، بتبقى مثلا في راعي بيغطي مثلا لو في سفر، بيغطي سفر، بيغطي تكاليف السفر. في في تاني مثلا رعاه، او في راعي تاني مثلا بيغطي اكل وشرب، دي من ضمن الميزانيات. في راعي تاني بيغطي تنقلات، عربيات. فعلى حسب، مش الميزانيه مش شرط تبقى موجوده. ما هو انا زي ما قلت ممكن النشاط يكون طوعي. طبعا كل الحاجات اللي موجوده دي اللي هو خطوات التحضير للنشاط. ايه الحاجات اللي موجوده، ايه المطلوب مني، اجتماعات، تحديد مكان، تنفيذ، ايه الحاجات المطلوبه للنشاط. كل الحاجات دي يا جماعه ببدا ان انا اظبطها في التخطيط للفعاليه او النشاط. كده يمكن اتكلمنا في اكتر من حاجه النهارده. اتكلمنا النهارده في اكتر من حاجه، لو الوقت يسمح طبعا ان احنا، طبعا كل الكلام اللي هيتعرض دلوقتي ده احنا طبعا اتكلمنا فيه، اللي هي الموارد البشريه، الاشخاص اللي هو الاشخاص اللي هو المتطوعين، اللي هو ده طبعا بيبقى فريق التنظيم اللي انا ببدا اظبط معاه. المواد التعليميه اللي هي الحاجات اللي انا بوزعها، الحاجات الموزعه المطلوبه. يعني من ضمن المواد التعليميه برضو، لو مش عايزين نحشرها بس في موزعات او حاجه بنقدمها للفئه المستهدفه، من ضمن برضو الحاجات المواد التعليميه اللي احنا بنقدمها برضو دي بتبقى يتم تنسيقها مع السبيكرز في توكس بتتقدم، او حاجه انا، او حاجه مثلا ملموسه بقدمها للناس اللي موجوده معايا. من ضمن برضو الحاجات اللي انا خلاص بدات ان انا اظبط، والايفنت بعد يومين او بعد 3، ايه المهام او ايه التاسكات اللي موجوده. فانا ببدا اعرف فريق التنظيم بتاعي، فريق التنظيم بتاعي طبعا انت دورك ايه، انت هتعمل ايه، انت هتعمل ايه، ده انت دورك كذا، انت دورك كذا، التاسك بتاعك كذا، التاسك بتاعك كذا. المستلزمات اللوجستيه، الحاجات المستخدمه، في الفعاليه، الحاجات اللوجستيه، حاجه انا بستخدمها. يعني انا لو بستخدم قلم في الايفنت، فدي حاجات مطلوبه مني. لو بستخدم ورقه، فالحاجات دي مطلوبه مني. حاجات يمكن تشوفها، يا الحاجات دي محتاجه تحضير، محتاجه تحضير. لو انا معايا فريق تنظيم ومسافر، لو بستخدم كوبايه زي دي، الكوبايه دي انا مضطر ان انا اخدها معايا. لو انا النهارده بستخدم ختم زي ده، فانا مضطر اخد الحاجه دي معايا. لو انا محتاج النهارده الدباسه دي، فانا محتاج اخدها معايا، بجهز لها وباخدها معايا. ايه تاني، قول لي ايه تاني. لو انا النهارده محتاج شنطه او اتنين، ببدا اخد الحاجه معايا. الحاجات دي كلها التفاصيل الصغيره بنقيس بيها طبعا على تفاصيل صغيره، وجميع التفاصيل اللي انا ممكن، والادوات اللي انا ممكن استخدمها داخل النشاط او في النشاط بشكل كبير جدا. طيب، المؤشرات المتوقعه لنجاح العمل. المؤشرات المتوقعه لنجاح العمل، الحاجات دي بتبقى، او انا النهارده بقيس مؤشرات النجاح بتاعي ازاي. انا النهارده بناء على كل الكلام اللي اتقال طول الوقت اللي فات ده، انا بعمل ايه وفق الاهداف بتاعتي، الاهداف اللي انا محددها، الخطه اللي انا محددها، التارجت اودينس اللي انا محددها، اللي انا محدد حضورهم معايا. في كلام يا جماعه، يعني مش هرجع لك تاني.
كل الحاجات اللي انا برتب لها خلال التخطيط او فتره التخطيط للنشاط او للفاعليه، دي كلها مقياس او كلها مؤشرات بتؤدي لنجاح الفعاليه. في حاجه بنعملها، دي كل الحاجات دي لو جينا اختصرناها وقلنا الحاجات دي ما قبل الفاعليه، ما قبل الفاعليه. هو ازاي فضل ربع ساعه الورشه تخلص، عاوزين تكمل كلام كتير؟ حاضر حاضر والله عينيا. احنا مش بس يا جماعه، احنا مش هنقتصر على الورشه دي، احنا في ورش كتير جدا وتدريبات كتير جدا طبعا جايه. يعني احنا النهارده احنا يمكن طالعين بنتعرف على بعض وبناخد بريف سريع كده عن اداره الفعاليات او اداره المشروعات واداره الانشطه وتخطيط وتنفيذ الانشطه. يمكن دي حاجات بسيطه جدا، احنا ما دخلناش في التقيل. التقيل طبعا جاي في التدريبات والورش اللي جايه باذن الله بشكل كبير جدا. ربنا يسهل يا رب. التحديات والصعوبات المتوقعه على مختلف الاحتياجات. يعني طيب، انا النهارده ممكن يقابلني تحدي، ممكن يقابلني تحدي مثلا في التخطيط او تنفيذ الفاعليه. اي تحدي ممكن يقابلني وانا شخص مسؤول على اداره فعاليات، اي تحدي او اي صعوبات هي ممكن تقابلني او ممكن ابقى شايف انها تحصل في الفاعليه او النشاط بتاعي، لازم شايفين تحتها على طول مكتوب ايه؟ البدائل المقترحه. البدائل المقترحه. لازم يكون عندي بلان بي، زي ما انا عامل بلان ايه لازم يكون عندي بلان بي، والافضل كمان والله يكون عندك بلان بي وبلان سي، اكثر من خطه بديله للحدث او النشاط اللي انت ممكن تعمله. ف يعني انا مثلا دايما في مره كنا مسؤولين على اداره فاعليه، ولكن الفعاليه دي كانت من ضمن الفعاليات الكبيره اللي بتقام تابعه للدوله، يعني من ضمن منتديات الشباب. فحصل ان في ناس مش هتكون موجوده، او حصل، أو انا هكون صريح معاكم يا جماعه، انا هكون صريح معاكم. حصل ان في بادجت معينه كانت طالعه للمنتدى، او كان في بادجت معينه او ميزانيه معينه طالعه لينا، وفجاه الميزانيه بعد ما اعلنا على المنتدى وبعد ما اعلنا على الفاعليه اتفاجئنا ان الميزانيه دي مش هتكون موجوده. طب احنا هنلغي الميزانيه ولا سوري هنلغي الفاعليه ولا هنكمل؟ ده كان سؤال مهم جدا، كان محتاج اجابه مننا كلنا. يعني انا النهارده مطلوب مني ان انا مسافر، وفجاه الشخص اللي كان قايل لي انك هتسافر ما ادانيش فلوس السفر. هتلغي السفر ولا هتسافر؟ فده كان زي ده كان بالنسبه لنا اللي هو طب احنا هنعمل المنتدى ولا هنلغي؟ ولكن بما اننا كنا عاملين بلان بي، وكانت بلان بي بالنسبه لنا اللي هو خلاص بما ان احنا الفعاليه هتقام مجانا او بدون مقابل من الجهه اللي احنا بننفذ لها، فقررنا ان احنا نكلم شركات ونكلم سبونسرز ونكلم رعاه انهم يشاركوا معانا بمقابل مادي او مقابل، يعني ايا كان المقابل ده فلوس او اي حاجه احنا ممكن نستخدمها مثلا في الفعاليه. فانا كان لازم مضطر ان انا انفذ الفعاليه، كنت مضطر جدا ان انا انفذ الفعاليه. فبدات ان انا اللي بدات اكلم الشركات بنفسي. الو السلام عليكم، عليكم السلام، فلان الفلاني احنا بننظم 1 2 3 4 خاص بكذا وكذا وكذا وكذا، والفعاليه دي بالتارجت كذا وبالتارجت كذا وبالتارجت كذا، وهيتم فيها 1 و2 و3 و4 و5، بدون ذكر طبعا الفاعليه لانها خاصه بالدوله مش هتكلم عنها طبعا. ف فخلاص بدات اكلم سبونسر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه، وبدات ان انا ابدا اغطي الفلوس او الميزانيه اللي هتغطي لي الفاعليه بشكل كبير جدا. فده كان دروب من ضمن التحديات او الحاجات اللي هي ممكن تقابلك. انت النهارده كان مثلا طالع مثلا جنيه، يعني يا سيدي انا هديك جنيه واعمل لي بالجنيه ده فعاليه. فجاه النهارده قلت لك والله انا كنت هديك جنيه، بس للاسف الجنيه ده مش هديهولك. فانت يبقى عندك خيارين، يا اما تلغي يا اما تلغي، صح؟
ولكن هتبقى بتستغنى عن الغاء الفاعليه لما تكون حاطط بلان بي، وهي احنا بنسميها في المخططات او تخطيط اداره الفعاليات اسمها البدائل المقترحه. لازم يكون عندي بديل واثنين وثلاثه واربعه. وارد تاني من ضمن برضو الحاجات اللي هي ممكن تقابلك او الحاجات اللي كانت بتواجهني اصلا في اداره فعاليات سواء بننظم ايفنت او بننظم مؤتمر خاص بينا، فكان ممكن السبيكرز اللي هم المدربين اللي ليهم توكس خلال الايفنت، كان ممكن في نفس اليوم يبقى عندي او قبلها بيوم بالليل يكلمني سبيكر يقول لي انا بعتذر عن حضور بكره. نعم، اللي هو انت بتتفاجئ. طب انت مضطر، اللي هو انا بعتذر والله عن حضور بكره. ازاي والناس جايه والناس جايه بتحضر؟ طب ايه، هنلغي التوك ولا هنلغيها ولا هيكون في حد بديل؟ فبتبدا بتراودك افكار كتير جدا. انا هلغي طيب التوك بتاعته ولا هجيب بديل؟ فدايما انا كنت ببقى حاطط بلان بي. لو انا عندي سبيكر بيتكلم مثلا، عندي النهارده انا جايب سبيكر النهارده بيتكلم على المجال الصحي، وانا ما بكلمش سبيكر، ده انا يعني دي حاجات انا بنفذها وبعملها في شغلي. انا النهارده ما بكلمش سبيكر واحد ولا بكلم دكتور واحد، انا ببدا اكلم دكتور، سبيكر، واثنين وثلاثه على المنتدى بشكل عام. في ناس خلاص انا بضن معاها، طبعا بشوف الاولويه لمين. فالشخص ده جه اعتذر معايا قبل الايفنت مثلا بيوم او اتنين، قال لي انا مش جاي. فانا عندي كده كده بلان بي. البلان بي بتاعي انا كاتب اصلا ان انا السبيكر ده في بديله، في واحد تاني، في واحد تالت، في واحد رابع. فانا ما بعطلش. فدي من ضمن التحديات اللي هي ممكن تقابلك. هتقيس طبعا على التحديات دي حاجات كتير طبعا هي بتقابلنا في تفاصيل صغيره كده داخل النشاطات او داخل الفعاليه. كان في حد هنا بيسأل سؤال مهم جدا، بيقول ايه اللي يخلي الشركات يغطوا الجزء المادي؟ ايه المقابل اللي تخليها توافق على حاجه زي كده؟ طيب، هو انا ما بكلمش اي شركه، انا ما بكلمش اي شركه. طيب، انت بتكلم مين دلوقتي؟ انا النهارده بكلم مين؟ يعني احنا النهارده في مبادره صحيه يا جماعه، في مبادره صحيه. المبادره مجانيه، او ان شاء الله هنعمل ايفنت الاسبوع اللي جاي، الايفنت مجاني ما فيش اي ميزانيه عليه. ما فيش اي ميزانيه عليه. طيب، مين الشركات اللي يناسبها الحدث بتاعي؟ يعني انا النهارده بتكلم على الصحه، بتكلم على مقاطعه التدخين، الابتعاد عن النيكوتين، بتكلم على المجال الصحي بشكل عام. مين الشركات المناسبه انها تكون موجوده معايا، او الشركات اللي تستفاد من الحدث بتاعي او من الفاعليه بتاعتي؟ مين؟ يعني انا خليني النهارده لو هتكلم على المجال الصحي، ايه شركات او ايه مؤسسات ممكن تكون تستفاد منك النهارده؟ انا عايز اسمع مشاركه منكم دلوقتي. حلو جدا، الشركات الخاصه بالمجال الطبي، صندوق الادمان. حلو. المستشفيات، عظيم جدا. المؤسسات اللي بتبقى عاوزه تعلن عن نفسها، حلو قوي. شركات الاجهزه الطبيه ومنتجات العلاج الطبيعي، عظيم جدا. ناس بتدي محاضرات او ورش طبيه، عظيم قوي قوي قوي. شركات الادويه طبعا. معامل التحاليل يا جماعه، انا هشارك معاكم معامل التحاليل النهارده. يعني احنا امبارح كنا في فعاليه خاصه بالمبادره بنتكلم. طبعا كان في دكتور محترم جدا بيتكلم على ان احنا ما بنهتمش ان احنا نعرف النهارده يا جماعه نسبه السكر عندنا كام، الضغط عندنا كام النهارده، نسبه الكوليسترول عندنا كام، الدهون عندنا كام، نسبه كذا كام، نسبه كذا كام. اتقالت معلومه مهمه او في توك مهمه بتتكلم على حاجه زي كده. تخيل كده لو احنا جبنا او لو كان موجود معمل تحاليل امبارح، كان ايه اللي هيحصل بعد المعلومه اللي اتقالت من الدكتور اللي كان بيتكلم؟ يعني انا خلينا نطبق حاجه واقعيه دلوقتي حالا.
احنا النهارده دلوقتي او امبارح في الفعاليه الخاصه بمبادره رئه ورديه كان في دكتور محترم جدا بيتكلم على الاهتمام بان احنا ما بنهتمش اصلا لا نعرف نسبه مثلا الاكسجين في الدم عندنا كام، السكر عندنا كام، الضغط عندنا كام، نسبه الدهون عندنا كام، الحاجات الطبيه او الحاجات اللي المفروض نبقى مهتمين بيها بشكل كبير جدا في في حياتنا او في صحتنا. لو تخيل معمل واحد موجود بيحضر وليه كده ليه بوث صغير وكان موجود، ايه اللي هيحصل؟ كل الناس هتروح له. ولو كل الناس ما استخدمتش طبعا اكيد مش هنعمل كل التحاليل في نفس اليوم، ولكن يمكن يكون في حاجات بسيطه جدا زي الوزن، الطول، الحاجات دي ينفع نعملها واحنا واقفين عادي. فتعالوا يا جماعه، ايه ده؟ في حاجه مهمه. طيب انا النهارده معايا معمل تحاليل، بما ان احنا النهارده موجودين في الايفنت وموجودين معانا دي، فانا بقدم لكم خصم بنسبه 50%، بنسبه 60%، وريفر الخصم ده. بدل ما انا اروح مثلا النهارده هعمل تشيك اب كامل عليا ب 7000 جنيه، النهارده التشيك اب اللي هي الحاجات العاديه اللي هو الدم بقى، والحاجات اللي هو بعمل تحليل في الدم والاكسجين والضغط وسكر، اعملها برقم ما. فانا النهارده معمل تحليل موجود هعمل لك خصم. المعمل استفاد ولا لا؟ المعمل استفاد هنا ولا لا؟ الشركه اللي استفادت من الحاجه ولا لا؟ اخدت انا مقابل علشان خاطر انزل؟ اخدت انا مقابل النهارده كشركه منظمه او مبادره منظمه للفعاليه دي، اخدت منه مقابل ان هو يكون موجود النهارده؟ مش عيب، انت نازل تستفيد، انت جاي بتستفيد، فانا النهارده بسوق لك، فانا اخدت مقابل قصاد التسويق ده. يعني دي حاجه علشان خاطر بعد كده دكتور وائل والمبادرات او الفريق المختص على تنظيميات في المبادره يقدر ان هو يشتغل على الحته دي. ان شاء الله هتعمل معاكم شغل حلو قوي لو اتجهنا لمعامل التحاليل الحاجات المختصه في الادويه، وفي برضو اماكن تبقى بتطلع منتجات للابتعاد عن التدخين، وان احنا نستبعد طبعا عن النيكوتين. لو قدرنا ان احنا نوصل، او الفريق المختص في المبادره عند الدكتور وائل قدر ان هو بريسيرش كده يقدر يوصل على الشركات، يقدر ان هو يتواصل معاهم، يقدر يوصل على معامل التحاليل اللي تقدر تقدم حاجه زي كده. يلا يا جماعه، احنا مبادره صحيه بتقدم واحد واثنين وثلاثه واربعه، تقدروا تنزلوا معانا في الفعاليات بتاعتنا، تستفادوا طبعا بشكل كبير جدا. فببدا اخلق بنفيتس، مميزات للشركه اللي نازله معايا علشان تنزل معايا، واقدر اخد منها عائد مادي اغطي بيه مصاريف الفعاليه بتاعتي. حضرتك يا دكتور. نعم، انا سامع جدا. تمام. انا كلمت دكتور وائل، هذا الممتاز معانا مش هيقفل الساعه 10، يعني لو حضرتك حابب تكمل نقدر نكمل. والدكتور وائل بس عشان هو مشغول حاليا، فكان حابين تمام. نعمل ان هم يحطوا تصور لفعاليه، ويشوفوا جهات شريكه ممكن يتعاونوا معاهم، ولو يعرفوا يجيبوا يتواصلوا معاهم او يقنعوا فعاليه، ويكونوا خطه وتصور عمل، ويكونوا بيشاركوا دوت معايا انا على الخاص. وافضل 3 عناصر ويقدروا يتواصلوا مع جهات فعاليه ونبدا ننفذ فعاليه معاهم بالفعل. هيبقى ال3 اشخاص دولت ليهم تكريم مع الدكتور خاص بيهم. طبعا يعني انا فاهم طبعا كل الكلام ده، وانا حاسس ان انت يعني انتوا دخلتوا دماغي وقلتوا طبعا ان انا هديكوا تاسك. اللي عارف جمال ناصر كويس عارف ان انا ما برحمش، واي حد ايوه، بيشتغل احنا عايزين معايا، واي حد الشباب بيشتغل معايا ما برحموش. يعني الشباب هنا اصلا متحمس وعايز ياخد خبرات، يعني في ناس عندها خبرات عايزه تكملها بمعارف وخبرات اكتر، في ناس ما عندهاش الخبره الكافيه ولكن حابين ان هم يشاركوا ويتعلموا.
بجد. طبعا على راسي، طبعا على راسي. طيب لحد دلوقتي حد عنده اسئله طول الكلام والدردشه؟ يعني انا محاضره النهارده او اللقاء الجميل العظيم اللي احنا فيه دلوقتي انا بسميه احنا النهارده بندردش. يمكن طلعنا بمعلومات استفدنا من بعض، يمكن انا فدتكم، ما اعرفش استفدتوا مني ولا لا، يعني فيعني انا النهارده بدردش معاكم علشان خاطر بنمهد على بناء على الدردشه دي للتدريبات طبعا التقيله واللي مليانه تفاصيل كتير جدا الفتره اللي جايه. اين الناس اللي موجوده؟ اين انتم؟ عايز اسئله بقى. شكرا شكرا، العفو يا فندم، العفو العفو. يا انا اسف والله، يعني احنا النت وحش جدا، ازاي النت يعمل معاك كده؟ على راسي على راسي طبعا، على راسي حبايبي يا حبايب قلبي. ممكن سؤال بعيدا عن المحاضره طبعا يعني، تفضل او تفضلي، طبعا انا تحت الامر طبعا. اللي محتاج يسال اي سؤال يا جماعه انا تحت امركم، انا بستقبل الاسئله دلوقتي. ولو محتاجين مثلا ان احنا نقفل الريكوردد، تمام. لو هو اصلا في ريكوردد، معرفش في ريكوردد ولا لا. لا، احنا بنعمل ريكورد عشان الناس الاخرى اللي لم يحالفها الحظ انها تحضر يسمعوا معانا ويشوفوه تاني ان شاء الله، لان اللي انتوا بتقولوه جميل ورائع جدا 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 يعني. طبعا يعني احنا تحت الامر طبعا، وفي اي وقت احنا موجودين ان شاء الله، ونقدر نقدم اي حاجه هي في ايدينا، مش هنتاخر طبعا. المحاضره دي متسجله، متسجله لسه الدكتور وائل حالا بيقول متسجله. تمام. ايه الاسئله يا جماعه؟ هل ممكن استاذن حضرتك ان احنا نعمل زي رول بلاي كده، يعني الناس سمعت اهي ومعانا عايزين نشوفوا استفادوا ايه، او يعني بيخطط بقى الحاجه فعليا. هو طبعا للاسف مش هعرف اعمل رومز ويتفقوا مع بعض، بس على الاقل كل واحد لحاله كده يفكر في فعاليه او نشاط. تاني دكتور وائل، انا يعني انا مش انا مع حضرتك دلوقتي تاني ممكن. اقول تاني، اتكلم تاني. يعني معلش الصوت قطع عندنا. طيب، رول بلاي، يعني عايزين رول بلاي، يعني حد يطلع يقول بالكلام الجميل اللي انت قلته، وكمان بالكلام الجميل اللي قاله المهندس المهندس ماهر. هيفكر في فعاليه او نشاط هيعمل ايه؟ تمام جدا، تمام. انا جاهز. طيب يا جماعه، دلوقتي طبعا احنا سمعنا كلام جميل جدا في المحاضرتين. عايزين كده كل واحد ياخد دقيقه. ها يا جماعه، مين هيشارك؟ يعني بيفكر فيها، اسف، وعايز يقولها في نشاط او حاجه. فكروا دقيقه او دقيقتين كده لحد كمان ما الدكتور جمال يجاوب على السؤال اللي كان مكتوب، اللي هي حاجه عن اللوجستيه تقريبا، بتسال ايه هي اللوجستيه يعني. لما جيت قلت المستلزمات اللوجستيه انا رجعت لها تاني دلوقتي. المستلزمات اللوجستيه، الحاجه اللي انا بستخدمها، يعني انا تقريبا انا مثلت بكل حاجه موجوده هنا على مكتب باشمهندس ماهر والله. آه، اي حاجه انا ممكن، المقصود بيها هنا اي حاجه انا ممكن استخدمها في الفعاليات او الانشطه بتاعتي، انا بقدر ان انا اجهزها. تمام. يعني انا بقدر اجهزها كلمه من لوجستيه مش مفهومه قوي، بس اللوجستيه هي كل حاجه، المكان، الادوات، الصور، الناس، يعني كل دي هي لوجستيات، كلها حاجات هو ليها علاقه التجهيز. باللوجستيه.
التجهيز الكامل. ولكن انا جيت خصصتها هنا ان برضو علشان خاطر في ناس يا دكتور في اداره الفعاليات او في تنظيم الفعاليات والانشطه، في تيجي تقول لك في حاجات بسيطه يعني مش محتاجينها دلوقتي، مش محتاجين ان احنا ناخدها، ما فيش داعي ليها. لا، مش حاجه مش داعي ليها. اي حاجه انت ممكن تتخيلها مش هتستخدمها يبقى ليها استخدام في اليوم ده، فانا ببقى رايح عامل حسابي من جميع المستلزمات اللي ممكن اتخيلها استخدمها او لا، علشان خاطر اكون جاهز. ما ينفعش اكون في فعاليه واقول يا ريتنا جبنا. ما ينفعش يا ريت. ما ينفعش اقول يا طيب ريت. عايز اسال على لا. حاجه في موضوع، عايز اسال على حاجه في موضوع النشاط ده. هل في تشيك ليست كده، او يعني حاجه قائمه كده، اشوف انا عملت ده ما عملتش ده، عملت ده ما عملتش ده؟ حضرتك بتتكلم على العناصر الرئيسيه للنشاط، بس في حاجات بتبقى تشيك ليست، يعني بتبقى مانيوال كده زي ما بيقولوا، او دليل ارشادي براجعه انا قبل اسبوع لازم اعمل كذا، قبليها بيومين اعمل كذا. في حاجه موجوده كده؟ هو طبعا في حاجات موجوده كده يعني، ده شيء اساسي. من خلال التعاملات ومن خلال تحضيرنا للانشطه والفعاليات بشكل كبير جدا خلال السنين اللي فاتت طبعا قابلتنا، ودي بتبقى اكتر مبنيه على الاكسبيرينس يعني يا دكتور وائل. يعني دي دايما بتبقى نصايح من خلال الخبره. انا النهارده حصل معايا مثلا موقف معين في ايفنت، فانا بحول ده لعناصر، يمكن شويه مش عاوز اقول عناصر تعليميه، ولكن خليني اقول هو معلومه او اتنين او تلاته بقدر ان انا انقلهم من باب النصيحه علشان ما حدش يقع في الخطا ده. طيب تمام. بص، هو طبعا اللي حضرتك بتقوله صح جدا، بس في حاجه انا مشترك في حاجه دوليه اسمها الان سي دي الاينس، اللي هو التحالف الدولي لمكافحه التدخين، سوري، تمام. امراض الغير معديه. هم عندهم مانيوال جميل، وبيطلعوا مانيوال كل شويه على الادفوكاسي دي اللي احنا بنعمله، اللي هو الحشد الراي وان احنا نعمل اكشن. فبيقول لك عامل زي جدول كده، هذا الجدول متحدد بالتاريخ بالحاجات بيتملي. فانا ممكن برضو يعني ايه ابقى نشيرت مع بعض، وفي ضوء المحاضره الجميله بتاعتك وفي ضوء الكلام الجميل بتاعك ده نقدر ان احنا نترجم ده الى العربيه، او نترجمه الى المصريه بقى بمعنى صح، ان احنا نستخدمه فعليا. لان ده احد الحاجات المهمه في ورشه النهارده. احنا بنقول للناس احنا هنعمل حاجه في اسيوط زي ما انت اديت المثل كده، هنعمل حاجه في العريش، هنعمل حاجه في اي مكان، يبقى انا لازم افكر في كذا ثم كذا ثم كذا. احنا مثلا عندنا مش موجود في الادفوكاسي بلان دي بتاعت التحالف الموافقات. الموافقات دي لازم تبقى 3 شهور قبل الحدث نفسه اساسا، والاعتمادات من الوزير والمش عارف ايه، في حاجات عندنا يعني لازم نمصرها يعني. تمام، حلو جدا. يعني انا اقول لك حاجه يا دكتور. الحاجات دي لو حابب ان احنا نعملها مثلا في محاضره تخص الفريق المختص عند حضرتك، انا طبعا ما عنديش مشكله. لان الحاجات دي بتبقى محتاجه تفاصيل بشكل كبير جدا. يعني عاوز اقول لحضرتك اللي الشخص اللي بيبقى مسؤول على الموافقات الامنيه لاقامه الفعاليات، او يعني الفريق اللي بيبقى مسؤول على الموافقات الامنيه. طب الموافقات الامنيه ده انا هعملها ازاي؟ مين المسؤول عنها؟ مين الشخص ده؟ عند مين؟ ايه الجهه المختصه؟ طبعا دي حاجات طبعا لازم نبقى عارفينها. آه، اتكلمت برضو على نقطه الحشد انت يا دكتور واحده وائل. عايزه ايه؟ حضرتك كنت بتتكلم على نقطه الحشد في الفعاليات. من ضمنها موضوع اللي هو يعني بقول ان في مصر بقى القصه ممكن تكون زي مثلا نبقى طلع اشاعه على الموضوع، واحد كتب على الفيسبوك ان الموضوع اتلغى. يعني الاكشن بلان دي بتاعت بره لازم تتمصر، لازم احنا نمصرها مع بعض ان شاء الله. سمعتني ولا انا في حاجه في عندي او عندك؟
لا، واضح ان مفيش حاجه في الصوت. طيب بصوا يا جماعه، لحد طبعا ما دكتور جمال يرجع. آه، احنا عايزين بقى من خلال اللقاء ده، انا ان شاء الله سجلته وهيتبعت لكل الناس ان شاء الله. بس احنا عايزين كل واحد يفكر في حاجه. حد كتب موضوع الاطفال وان احنا نعمل حاجه خاصه بالاطفال، جميل، مسابقه فنيه، يوم فحص رئه، ممكن تفيد جدا المؤسسه. فخلينا نعمل الكلام ده. كل واحد من ال 37 اللي موجودين دلوقتي يعمل تصور ورقه، ورقه بس مبنيه على اللي بعته. يعني البرزنتيشن اكيد هتكلم مع انا جيت يا دكتور، انا بعتذر جمال بس اللينك زوم بيخرج. ما هو اهو دي مثلا حاجه مش موجوده او يعني مش قدريه، هي حصلت عندنا اهي. ان مثلا واحنا بنعمل الزوم في تليفونات جت فقطعت المكالمه. نفس القصه، النور قطع، اعمل ايه؟ لازم اطمن على المولدات، حاجات كده يعني. في حاجات عندنا مختلفه عن الاخر. فحضرتك البرزنتيشن يا ريت تبعتها ان شاء الله. وكمان اكيد دكتور باشمهندس ماهر. وانا هبعت الادفوكاسي دي بس بعد ما نقعد مع بعض ونخلي الناس، ندي للناس اسبوعين كده كل واحد يتخيل ان هو بيعمل نشاط او فعاليه، ويقول لنا هيعملها ازاي، ويحط الاكشن بلان بتاعتها في ضوء الحاجات اللي احنا هنبعتها لهم ان شاء الله. طيب يعني حضرتك يا دكتور بتطلب اللي انا عاوز اعمله معاهم، يعني ده بعد اذنك طبعا. يعني بما ان احنا النهارده كنا بنتكلم على الفعاليات والتنظيم وازاي انظم وازاي اخطط وانفذ ازاي. طيب احنا النهارده في مبادره اسمها رئه ورديه، مبادره صحيه. احنا النهارده ما شاء الله كان عددنا 40 طول المحاضره، عددنا 40. جت الساعه 10 كان في حد عنده ميتنج فكان بيخرج. الناس طبعا جزيل الشكر كانت بتستاذن قبل ما تخرج. احنا النهارده حاليا 35 شخص او 33. هطلع انا ودكتور وائل طبعا. تخيلوا كده النهارده انا عاوز يا ريت لو كل شخص او كل جروب يا دكتور افضل علشان احنا يبقى فيه. هنتصرف في الموضوع ده. احنا عاملين جروب اساسا، منهم يعني هم حوالي 600 واحد يعني او 700 حتى. فهنطلع منهم ناس، وحتى كمان اللي ما حضرش النهارده برضه يبعت. فهستأذن في ال- الدليل او الحاجات اللي انت قلتها النهارده اللي هي المحاضره يعني، ان هم تمام. يمشوا عليها بالاضافه للحاجه اللي احنا هنعملها، هي التشيك ليست دي. ويتخيل حاجه، في حد كاتب برضه ان احنا نعمل حاجه عن التغذيه، ماشي مفيش مشكله. عجبتني ونكتب جدا. الحاجات دي. اه بالظبط، نكتب الحاجات دي وخلال اسبوعين ان شاء الله نقعد مع بعض وناخد كمان بقى الكورس الاعلى مستوى بعد كده، اللي احنا اتكلمنا فيه ان شاء الله مع بعض، ونعمل شغل بعد كده يعني. ودكتور وائل طبعا يعني بعد الافكار ما تيجي لحضرتك وتتبعت لحضرتك، يعني انا برضو ممكن اقعد مع حضرتك واصحاب الافكار واصحاب الفعاليات اللي بيقترحوها، علشان برضو عايزين نلعب على او نبدا نتكلم نقطة مهمة جدا حضرتك انت جيت قولها في الاخر، الا وهي ازاي اعمل حشد للفعالية بتاعتي. دي طبعا حاجة واو، حاجة طبعا بتبقى مهمة جدا. ازاي؟ طبعا انا النهارده يعني في حد كان بيقترح زيارة ل 57 3 57. طيب هل انا النهارده هقرر ان انا اروح الصبح 57 53 فهيدخلوني؟ لا طبعا، محتاج موافقات، محتاج تصريح. فالحاجات دي طبعا محتاجين ان احنا هنتعلمها مع بعض من خلال، يعني كل واحد هيجيب خطه لفاعليه معينه او خطه لمشروع معين، مشروع فعاليه طبعا. فهيجي يقول لي انا الفعاليه بتاعتي بتقول واحد اتنين تلاته اربعه. طبعا هي باسمها، باهدافها، بالرؤيه، برسالتها، بالتارجت اودينس اللي هيحضروا، بالمكان، بتارجت انهي مكان. يعني انتوا هاتوا كل الافكار مكتوبه وابعتوها مشكوره لدكتور وائل. وانا طبعا هكون مع دكتور وائل لو في اي حاجه نقول مثلا الفكره دي محتاجه تصريح من كذا، محتاجه مثلا ناخد تصريح مثلا من جهه امنيه، محتاجه تصريح الدخول لكذا، محتاجه موافقه امنيه من كذا. هاتوا الحاجات دي وهنناقشها مع بعض، وكل الموافقات اللي محتاجه حتى لو من وزاره الصحه نفسها. يعني انا اصلا اخويا نائب وزير الصحه، فانا يعني يا دكتور وائل اسمح لي ان انا اجيبها.
فطبعا دكتور طيب وائل عينيا، لا ده بالعكس ده جميل. فدكتور وائل طبعا يعني علاقاته ما شاء الله. وطبعا دكتور وائل من الناس المحترمه جدا والناس التقيله جدا واسمها ما شاء الله مسمع، فهيساعدنا في حاجه زي كده طبعا. وانا لو قدرت ان انا اساعد على الموافقات دي فهتلاقيني موجود. فيلا بينا نشتغل تمام، يعني. ربنا يخليك. يعني انا زي ما بدات كده في الاول بالظبط. خالص قلت مش عاوزين نكون الناس اللي بتسمع بس، لا احنا محتاجين نسمع. زي ما سمعنا المعلومة يلا بينا نطبقها، يلا بينا ننفذ يا جماعة، مش عاوزين نقعد نسمع بس. يلا بينا صح. نطبق، يلا بينا نطبق 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 وننفذ. التنفيذ على أرض الواقع هو اللي هيخليك مختلف عن الشخص التاني، عن الشخص اللي بيسمع. وانا طبعا تمام. انا هتلاقوني موجود معاكم ومع دكتور وائل طبعا بشكل كبير جدا الفتره اللي جايه. وانا تحت امركم في اي حاجه، سواء النهارده سواء بكره بعده، في اي وقت محتاجني انا هكون موجود. ربنا يخليك يا دكتور، وانا هجي لك. لازم نظبط القصه دي، لان ده حلمي من المحاضره دي، ما يمكن ما وصلش للجميع قوي. بس انا دلوقتي حتى لقيت واحده كاتبه بتقول ان انا ممكن ابقى مسؤوله عن الفعاليه بتاعت 57. هي خلاص خدت اكشن على طول يعني، وهتبقى حلو مسؤوله جدا، وهتدير عظيم. الادوار وكل حاجه يعني. فواضح ان احنا هنطلع بافكار كثيره. عايز بس مصطفى يتكلم، وانا هقول حاجه تعليق كده في الاخر، عشان اليوم ده ال3 ساعات دي نطلع فيهم ب3 مبادرات او 3 افكار او 3 انشطه. مصطفى اتفضل. مع حضرتك يا دكتور، انا كنت اتكلمت ان احنا الشباب بتبدا تكتب التصورات ويبداوا يبعتوا لنا، وحضرتك هننزل لهم الشهادات بتاعه الحضور، وهيبقى الشباب اللي هيكسب او اللي هيبقى صحاب اكتر 3 فعاليات اللي هنقدر نتواصل معاهم، وهيتم التنسيق الفعاليات دي، هيبقى ليهم تكريم يعني بعد اذن حضرتك على اجتهادهم. تمام. طيب تمام تمام، ده الموضوع تحول الى مسابقه اه ومكافاه وهيصه يعني. طيب هايل جدا. وانا يعني متبرع ب 50 جنيه هدفعهم للفائز ان شاء الله. لا طبعا هنعمل لهم تكريم في يوم الفعاليه اللي هم هينظموه وهيجيبوا الجهات ترعاه، وان شاء الله حابب بس انوه عن حاجتين، ان احنا نزلنا لينك الحضور في الشات، فالشباب يكونوا بيسجلوا عشان الشهادات بتاعت السيشن دي. وحابين الناس اللي حضرت معانا الفعاليه امبارح او الناس اللي ما حضرتش هتدخل على لينك ويقولوا رايهم ايه في المبادره. اللينك دوت معمول بنطلب آرائك، السلبيات اللي كانت موجوده، الايجابيات، عايزين المقترحات. والسلبيات هتحط سلبيات، هتحط اليات حل المشكله او تصور لحل المشكله عشان نتجنب الحاجات دي في المستقبل. وحابين ان انتوا تبقوا تنتقدوا نقد بناء، يعني انت شفت سلبيه بتشاركنا معاها حل، الحل بتاعها عشان نقدر نحل دوت، وتبقى انت جزء من المبادره. يعني احنا حابين كلكم تبقوا معانا، هي مبادره شبابيه وانتوا شباب معانا، فهي منكم وليكم. صح يا فنحتاج ان احنا مصطفى، نكون صح يا مصطفى. بس عشان عظيم جدا يا دكتور مصطفى. عشان الناس ما تتلخبطش بس. احنا المحاضره النهارده او المحاضرتين لازم نخرج منهم ب ورقه يعني صفحه كده مكتوبه بالحاجات اللي دكتور جمال هيبعتها لي، مع الحته المصريه بقى بتاعت الاكشن او الادفوكاسي بلان، اللي هو هعمل كذا يوم كذا وهعمل كذا يوم كذا. وهم يقعدوا الاسبوع او 10 ايام هنعلن عن المده على الموضوع ده على الجروب ان شاء الله. ونبتدي بقى فعلا نعمل زي مسابقه. واللينك اللي انت بتقول عليه، اعتقد انت بتتكلم على لينك اخر اللي هو بتاع الفعاليه، صح كده؟ اه ده هينزل على الجروب، ولا لينك الحضور نازل هنا في الشات؟ ايوه، لا احنا عايزين لينك الحضور دلوقتي، ما تلخبطش الناس. لينك الحضور هو ده اللي حاضر. مهم. ما هو تمام اللينك هبعته بتاع حالا كده. لينك الحضور اللي عشان تاخدوا الشهادات دي حاجه، والمشروع اللي احنا هنكتبه ونخرج بيه 57 نعمل حاجه عن التغذيه، كل الحاجات اللي اتقالت دي هنشتغل عليها على الجروب الكبير. مع الورق اللي هيدوني دكتور جمال، مع الورق اللي عندي اللي هنشتغل عليه، ونخلي بعد 10 ايام او اسبوعين كول تو اكشن، وهنبقى معاهم بنشتغل في تنفيذ 10 فعاليات. احسن 3 هياخدوا جايزه كبيره قوي، ما اعرفش هي ايه الجايزه، بس يعني ايه، هنعمل حاجه لا اكيد هنحضر لهم مفاجأة يا دكتور بإذن الله، يعني أنا هنحضر لهم مفاجأة عشان الشباب المجتهد، وعايزين بقى كده حماس وكل الناس تشارك معانا. ان شاء تمام الله يا حبيبي. واحنا يعني اللي بيحتاج أي حاجة يبعت لي، بس بعد إذن حضراتكم
يعني الشباب اللي هنا ملتزمين معانا، شباب تانيين بيبعتوا وعمالين ينوا في وقت السيشن. معلش اخرج بره القصه دي دلوقتي، خلينا نركز في حاجتنا. ومعانا طبعا الدكتور الجميل جمال، يعني جميل جمال كمان، ده ماشيه ماشيه مع التيمه نفسها. حبيبي فطبعا حبيبي يا دكتور وائل. الله عايز يخليك يا محاضرة حبيبي، جميلة. جدا جدا وتو ذا بوينت، مختصره. ما شغلناش حتى في البرزنتيشن، هي البرزنتيشن بسيطه، وادانا الفرصه ان احنا كلنا نتكلم ونفعل. وده اللي ادى روح، يعني كميه الشات والكلام اللي بتتكتب. وحد كاتب بصراحه شيء خرافي، خرافي دي كلمه قويه قوي يعني. فربنا يبارك لكم وربنا يكرمكم وينفع بينا ويتقبل منا ويوفقنا يا رب للخير، احنا وجمال وايجيبشن بورد، وطبعا كل الناس الحلوه اللي موجوده معانا هنا. على راسي على راسي، يعني طبعا انا بامن طبعا على كلام حضرتك يا دكتور وائل. وزي ما قلت احنا موجودين باذن الله، طول ما في الخير احنا موجودين دايما. ويعني انا مبسوط جدا 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 باللقاء الجميل والمثمر اللي احنا فيه النهارده. وده يمكن البدايه النهارده، وليس مره وخلاص، لا، دي البدايه. وان شاء الله لقاءات كتير جدا 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 الفتره اللي جايه. ربنا يعني يخليك انا يا مبسوط دكتور. ان انا اشوفك، يعني انا محتاج يا دكتور ان انا اشوف الناس دي اوف لاين كده، الناس دي ان اشوفها شاء الله، كده ما ونسلم هنجيبهم، على بعض. هنجيبهم كلهم، نعمل يوم كده عندكم في الاكاديميه ان شاء الله، فيس تو فيس، اللي يقدر يجي طبعا. بس انا برضو انا عايز اكد على حاجه مهمه جدا. انت صدقني هتبقى مذيع قريب قوي يعني. انا متوقع لك ان انت هتبقى بتدير برنامج في السي بي سي قريب ان شاء الله. لان اسلوبك واختيارك للكلام جميل جميل. وفي حته بقى الاستراتيجيه، ولا يعني في حاجات، كلام جميل جدا. ربنا يبارك لك والله يا دكتور بجد يعني. حبيبي يا دكتور وائل، والله انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. يعني انا جات لي عروض من قنوات تلفزيون، بس انا ما اعرفش رافض الخطوه دي دلوقتي يعني ما اعرفش لا ده خلينا ده نتكلم، يعني. خلينا نتكلم بعد بعد المكالمة. باذن هوصلك، الله كده خلينا نتقابل هنجمك على خير. بس يبقى افتكرني يعني، لما توصل كده وتبقى زي عمرو اديب وكده، ما تنساش يعني. لا لا لا، احنا افضل يا دكتور طبعا، يعني الناس دي على دماغنا والله. هذه جلسه ربنا قد يبارك. تكون مسجله يا دكتور، لا فاحنا تمام. يعني الناس دي محترمه. انت ذكي جدا يعني، حتى بالدبلوماسي. الناس دي احنا احسن منهم، بس هم احسن مننا. ماشي ماشي اوكي. حبيبي يا دكتور. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يبارك لك، ومصطفى وكل الناس الحلوه والشاطر والناس الجميله اللي موجوده، اللي كلها حماس فعلا. احنا عندنا الكوميونتي بتاعتنا كبيره جدا، حتى تصل الى 3000 و50 الف على الصفحه بس اللي موجود كل لما بنجمع الناس الحلوه اكتر. يعني امبارح، على ذكر امبارح، في حوالي 20 واحد كانوا متطوعين ان هم يديروا. احنا طلعنا من امبارح بستة سبعة. مش عايز اقول لحضرتك ان كل الناس اللي اتكلمت قالت فلان وفلان 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 مميزين. كل لما بنمشي، كل لما السلكشن كرايتيريا بيزيد، وكل لما ال الروح بتبان بتاعت الشخص، المهارات بتبان بتاعت الشخص. المهم ان هو يبقى عنده الرغبة وعنده الحلم اللي هو عاوز يحققه. وانا ومصطفى وحضرتك والاكاديمية وكل الناس هنساعدهم، لان ده دورنا. احنا بنكمل الحته اللي عندهم، بنرشدهم بس، بنساعدهم بس، ونجيب لهم الموافقات من نائب وزير الصحه اللي انت قلت عليه. هكلمك برضو في الموضوع ده اكيد، طبعا ونظبط على حاجات راسي، كتيره جدا مع بعض يعني. على راسي على راسي طبعا يا دكتور واحنا في الخدمه طبعا، احنا في الخدمه دايما. ويعني انا مبسوط جدا والله. وقبل ما يعني عشان انا معايا محاضره 10 ونص، فاي حد معاه سؤال انا موجود لمده دقيقتين، يعني دقيقتين. ودكتور وائل موجود معانا دايما يعني يا جماعه، علشان تبقوا عارفين بس. يعني انا لا لا، ودكتور احنا خلاص. وائل. بص انا ليا حاجه عباره بقولها في البرنامج الاذاعي بتاعي. احنا شوقناهم دلوقتي، فمش هندوقهم دلوقتي، مش هنجاوب على حد دلوقتي. روح لمحاضرتك، وان شاء الله ان شاء الله هيجوا لنا اللي ناوي فيهم يعمل حاجه فعلا، وهنتابعهم انا ومصطفى، فما تقلقش. باذن الله باذن الله. وختاما انا كنت مبسوط جدا معاكم، وان شاء الله يا رب اشوف افكار رهيبه جدا وافكار ممتعه. وانا طبعا هكون من المنفذين مع دكتور وائل، وان شاء الله اشوفكم من انجح 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 الناس في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومش هتقدر تغمض عينيك، عارف اللي هو ايه. اه ده كنت ممكن. معكم. اه يعني دي بسيطه، لو جينا قلنا مثلا
روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك. لا اصل انا عجبتني وختاما دي، يعني يا خبر ابيض، يعني جميله جدا. بس انت جايب على معلق رياضي شويه، ما اعرفش ليه، بس مش مشكله يعني. حبيبي يا دكتور وائل، حبيبي انا استمتعت جدا معاكم النهارده، وطبعا الله يخليك بتشرف يا حبيبي. بتشرف بتشرف. ماشي يا السلام حبيبي، عليكم ربنا ورحمة عليكم الله ورحمه الله وبركاته. وبركاته. مصطفى، عندك اناونسمنت او حاجه للناس؟ يعني حته التسجيل ده عايزين الناس تقول تم خلاص التسجيل، تمام. وهيجوا لنا بقى قول. وصل لي 33 واحد سجلوا، بقوا 35 حالا. طيب حلو قوي، خلاص يبقى احنا كده جبرت الحمد لله. ان شاء الله. في ناس اصل كملنا 50 ورجعنا تاني. شفتوا حد اسراء كاتبه فين اهو، يا نهار ابيض. يا ماشي، نهار ابيض يا اسراء، انا بعته تاني يا دكتور يعني. يلا حاضر. يلا، ده احنا هنتجنن انا وانت ان شاء الله. معلش، حاضر من عيون الاتنين حالا. دكتور ماشي يا وائل، حبيبي. ايوه حبيبي. ممكن بس تتاكد لي لو الايميل بتاعي وصل؟ انا سجلت في الموبايل. ايه الايفنت زائد زائد. الشهادات انا هنزل الشهادات يا دكتور دلوقتي بتاعت الفعاليه، امم وهنزل الشهادات بتاعت مدرب التثقيف الصحي PDF، عشان في اشخاص طالبينها PDF. تمام. وهنزل الشهادات بتاعت الورشه دي النهارده، هيبقى كل الشهادات ماشي يا هيلاقوها حبيبي. على الجروب. شهادات بتاعت النهارده ولا شهادات حضور الفعاليه؟ شهادات حضور الفعاليه، وشهادات المحاضره بتاعت النهارده، والشهادات المحاضره اللي فاتت بتاعت مدرب تثقيف صحي. طيب حلو جدا، ده جميل جدا. وعلى الجروب بقى هنعمل ماتيريال ونشير الماتيريال زي ما حد من الزملاء كاتبين، ونبتدي ناخد تمام. بقى الموضوع بتاع النهارده لاكشن بلان، لحاجه فعليا ننفذها، ونكرم الناس زي ما انت قلت اللي هي قدمت افكار، ونساعدهم ان هم افكارهم تتحسن، لان هو ده دورنا، وهو ده اللي احنا عايزينه. رئه ورديه ابتدت بثلاثه، وبعد كده بقت 10 و20 و200 و300 ان شاء الله، نملى العالم كله برئه ورديه ان شاء الله. ان تاني، شاء الله. الفورم موجوده على الشات، خشوا على الشات سجلوا. اسراء، خشي سجلي على الشات، هتلاقي لينك مكتوب عليه دوكس دوت جوجل، وهتلاقي تدوسي عليه هتسجلي عشان تطلع الشهاده على طول على الايميل بتاعك. الشهادات بتوصل على الايميل، صح يا مصطفى؟ هتوصل. لا، بتاعت النهارده دي انا هبعتها على الجروب عشان ما لحقتش بصراحه اعملها. لا لا، مش مشكله، على جروب حلو عشان الناس حتى التانيه تعرف اه، مين اللي هو انا لما عشان حضر الاقي مين في اللي يسخن ما مشكله حضرش. الشباب في. يا دكتور. اتفضل يا محمد. اتفضل يا ما حبيبي هو عشان اتفضل. يسخن الشباب اللي ما دخلوش بيلتزموا بالمحاضرات. صح يا محمود، صح يا حبيبي، صح. ما هو فاهم احنا معاك. هنظبط الدنيا. امم هنظبط الدنيا مع بعض، ربنا يبارك لك يا محمود. وطبعا هنبعتها داير يا لمين؟ دكتور معاك، داير هنبعتها على مش الجروب. محمود. الافكار على الجروب، يا تبعتوها ليا يا مصطفى يا محمود، اللي موجودين على الجروب اللي اسمه ورش سفراء الصحه، اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، والاسعافات، والنهارده عايزين نترجمه المره الجايه ان شاء الله. برضو محاضره مهمه جدا او ورشه مهمه عن مهارات الحكي والاداء، اللي هي اقدر انا كوائل كمصطفى كاسراء ابتدي اوصل صوتي للناس باشارات وبادي لانجوج زي ما بيقولوا، او لغه الجسد وصوتي، وان انا اصيغ ده كقصه، ازاي ان انا اخلي احكي ازاي او اتكلم ازاي، اللي هي في الغرب اسمها برزنتيشن سكيلز، بس احنا بنقولها مهارات الحكي والاداء، لانها هي فعلا حكي للقصه بتاعتنا، واداء حركي بيوصل الصوت والحاجه اللي انا عايز اوصلها يعني. طب بعد إذن حضرتك يا دكتور وائل، كنت عايزة أعرف تسجيل المحاضرة ده هيتبعت فين؟ هيتبعت على الجروب، كل حاجه على الجروب. انت معانا على الجروب بتاع ورش سفراء الصحه؟ اه. طيب حاضر، بس عايزه المحاضره، مش انت حاضره من الاول؟ لا، النت فصل للأسف، أنا دخلت في النص يعني ملحقتش الجزء التاني. حاضر حاضر، هبعتها ان شاء الله، بس ربنا يستر وتتسجل فعلا، لان انا مسجلها، بس انا بره يعني مش على اللابتوب بتاعي، فمش عارف هتتسجل ولا لا، بس انا عاملها انها تتسجل على الكمبيوتر ان شاء الله. اوكي ماشي، شكرا يا دكتور. انت مين، اسمك ايه؟ اسمي نورهان. منين، او بتشتغلي في ايه ولا؟ لا، أنا طالبة في خدمة اجتماعية في جامعة حلوان. حلو جدا أنا من حلو جدا. القاهرة. عايزين نعمل شغل في الجامعه عندك، نتحضر دلوقتي ليه، دكتور، ونجيب الشباب بتوع موافقاتنا. خدمه اجتماعيه دولت زمايلي تبعك في حلوان. تبعك انت، انا عارف، اه طبعا. فان لا شاء لا، الله هم يعني دكتور زينب ودكتور امل
هنعمل قصه ان شاء الله باسم ورديه، بس ناخد الاجراءات. ان شاء الله ان شاء الله. بس على اي حال دول تبعك بجد، ودول هيكسب، واحد منهم هيكسب مش كلهم، واحد بس اللي هيكسب ان شاء الله. هو بص يا دكتور، هيبقى فيه انحياز طبعا. تمام. اه طبعا طبعا وهيبقى طبعا. فيه مسابقه بجد. انت السفيره ان شاء ايه الله. داخله في الموضوع تقول لي هدخل وهكسب؟ قلت لها انا راجل انحيادي، لا كله انت انحيازي، سواسيه. انا عارف. انا عارف اللي هي دي اسمها بيقولوا الديكتاتوريه في الديمقراطيه، يعني ماشي ماشي اوكي. ربنا ربنا يبارك فانتوا لكم، وطول ما انت شباب معاهم اشتغلوا انتوا بجد بجد، بالظبط. وانا معاكم، وان شاء الله مجهودكم هيتعد بجد، وكلكم تتكرموا. طب ان شاء كنت عايزة الله. وانا أعرف على فكره في حاجات قولي بتتعمل قولي. في خدمة اجتماعية عندنا في حلوان؟ اه طبعا، تواصل بصي معايا اي حد بعد دخل المحاضره تلاقيه. اي حد دخل وعنده الرغبه في اي حاجه، اي حلم في الدنيا، ابعت على الجروب بتاعنا بتاع ورش وسفراء، او ورش سفراء الصحه. ودي ان شاء الله هنساعدكم في كل حاجه ان شاء الله من الف للياء، لان هو ده دور المجموعه اللي هو انا ومصطفى وصباح وآية، المجموعه اللي حملت الموضوع على اكتافها وما بتنامش الليل. على فكره مصطفى بقاله اسبوع ما بينامش تقريبا يعني. الحقيقة والله كتر خيركم، يعني جزاكم الله خيرا. فريق على أعلى جزاك مستوى الله. من الجهد بصراحة، والأخلاق والعلم. ربنا يخليكي والله، احنا مش بنقول كده بنتجب عليكم او يعني، بس احنا بنقول لكم فعلا لا ده ان حقيقة احنا والله، بنساعد. أنا حضرت بنفسي، ودي شهادة يعني عن تجربة. أنا ما بشكرش في حد لما أكون جربت. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، والكلمه دي بالدنيا كلها والله يا حبيبي. ربنا يجازيكم خير. خلاص نقفل بقى على كده عشان عندي مشوار، وربنا يجازيكم كل تمام، خير. كتبت رقمي، واللي عايز يتواصل معايا انا معاكم، والناس كلها سجلت حضور. كده كده كله تمام. الشهادات بقى استنوها ساعه بالظبط، نص ساعه بس، عشان ايه؟ في ايدي كام شهاده كده بخلصها. خلاص نقفل يا دكتور.